القرية كلها اتسحلت واتمسحت من على وش الأرض بعد المعركة ضد ملك الشياطين، ومن وسط عفرة ولاد أبو اسماعيل واقف ولد صغير اسمه لويد، عينيه خايفة ووشه كله رعب وخوف كأنه شايف الموت بعينه. آثار الصدمة باينة عليه وكأنه شايل هم الدنيا على كتافه. ساعتها ظهرت ست، ولما شافت الولد واقف وسط الخراب قلبها اتقبض من كتر الذنب، عارفه ان اللي حصل ده بسبب اهمالها هي بالذات. حست بالذنب بيكويها بالنار وقالت لنفسها لازم اعوضه، فاخدته عندها البيت وقالت له من هنا هتبدا حياتك الجديده. ومن اليوم ده بدات تعلمه السحر. اول درس ليه كان تعويذه النار، وريت له ازاي يعملها بخفه، وبعدها قالت له بمنتهى البرود لو معرفتش تعملها لوحدك يبقى مفيش عشاء النهارده. الواد اتصدم بس قعد يحاول طول النهار، ولحد الليل قدر يولع شرارة صغيرة من النار. فرحان بيها جري يوريها لمعلمته، لكن بدل ما تفرح بيه نفخت على الشرارة وطفتها بضربة نفس، وبعدها بفرقعة صوابع ولعت جدار نار حواليه كده كأنها بتحرقه، وقالت له بغضب ده مش شغل يا فاشل، دي مش نار اللي عملتها. بس في الاخر سمحت له ياكل العشاء عشان على الاقل حاول وقدر يطلع حاجة. تاني يوم غيرت التدريب وقالت له النهارده هتتعلم سحر الميه. وريت له حركه صغيره وهي بتزق برجليها الارض وطلعت منها شلال ميه صغير. لما جه دور لويد بالكاد قدر يبلل الارض نقطه صغيره، وقف مبسوط من نفسه، لكن هي بصت له ببرود وقالت ايه القرف ده، ورشت عليه كميه ميه رهيبه غرقته كله علشان بس تفهمه الفرق. الايام عدت والتدريب بقى يوم ورا يوم. لويد بيحاول بكل قوته يتعلم تعاويذ جديده، وهي كل مره تعاقبه بعنف لو وقع او فشل. لكن الغريب ان القسوه دي كانت بتجيب نتيجه لحد ما جه الشتاء. ساعتها بقى مستواه عالي جدا لدرجه انه قدر يعمل تمثال من التلج بشكل استاذته نفسها. كان لفته لطيفه منه وهي في قلبها فرحت، بس كالعاده ما ورتش ده على وشها، بالعكس مسكت التمثال وسيطرت عليه، خلته يمد ايده ويمسك لويد، وبعدها كبرته وضخمته بشكل جنوني وورت له المعنى الحقيقي لاتقان سحر التلج. وفي الاخر التمثال وقع وهو اتزحلق ووقع في التلج، بس دلوقتي بينهم بقى في تفاهم وصله قويه. اول ما قام من التلج بصلها وقال هشد حيلي اكتر يا معلمتي، وساعتها هي ابتسمت له بابتسامه رضا. الوقت عدى، وفي يوم كانت هي نايمه على الكنبه مدروخه ومصدعه من كتر الخمره اللي شربتها الليله اللي قبلها. لويد دخل يطمن عليها وقال لها انت كويسه؟ ردت وهي متمرمغه وبتقول حاسه اني هموت. الواد قرب منها وحط ايده على جبينها واستعمل سحر العلاج. في ثواني الصداع والفواق كله اختفى، والست حست انها رجعت زي الفل. قعدت وبصت له بابتسامه واحتضنته وقالت له شكرا يا لويد. وبعد ما صحيت على طول قالت له يلا يا بطل نرجع للتدريب، وسحبته بالعافيه تاني بره. الايام والشهور عدت والتدريب بقى روتين يومي، لحد ما في يوم جالها كتاب غريب. مجرد ما فتحته حست بخوف رهيب. في اللحظه دي لويد كان بيخبط على بابها علشان يناديها على العشاء. قالت له جايه حالا، وهي حاولت تخبي الكتاب بسرعه، بس وهي بتشاور راحت ايدها ووقع الكتاب على الارض. لويد مد ايده علشان يرفعه، وبمجرد ما مسك الكتاب اتفتح قدامه باب من المعرفة الغامضة. كل المعلومات انهالت على دماغه بشكل مرعب وما كانش قادر يستحمل. وقع على الارض وهو بيصرخ من كتر سيل المعرفة اللي دخل عقله. ساعتها الست اتجمدت من الصدمة وعينيها فتحت على الاخر، وقالت لنفسها مستحيل، الواد ده عنده صفات المختار. في الوقت الحالي هي شايله لويد وبتوديه على السرير، بس في قلبها لو هو فعلا الولد اللي اتقال عليه في النبوءة ما ينفعش تسيبه يعيد نفس الغلطات اللي هي عملتها زمان. فبمنتهى الحنيه بتديله بوسه صغيره على جبينه، وفجاه بيبان نور هادي حوالين مكان البوسه. دي كانت تعويذه منها، هي مش عاوزاه ابدا يبقى مغرور بقوته زي ما حصل معاها زمان. تاني يوم التدريب بتاع لويد كمل، بس المره دي معلمته خدته للغابه علشان يتدرب على السحر الابيض. ركز قوته كلها على ثمره واحده، ولحد ما خلى الثمره دي تستوي وتبقى طريه وعصيريه. معلمته اتبسطت جدا وقالت له انه بيتقدم بسرعه، بس برضه ذكرته ان لسه في حاجات كتير لازم يتعلمها. بعدين حطت ايدها على الشجره، وفجاه السحر الابيض بتاعها خلى الشجره كلها تخضر وتبقى مليانه حياه واوراق خضراء لامعه. بالليل ميرلين قعدت تساعد لويد في المذاكره، وقالت له ان في بعض الاورك عندهم سحر نادر بيخليهم يقدروا يسيطروا على الوحوش. وهم بيقراوا لويد لقى سطر بيتكلم عن السحر القديم. اول ما جاب سيرته وش ميرلين اتغير فجاه، وقالت له بحزم
انه ما ينفعش يتعلم اي حاجه عنه دلوقتي. في تدريب تاني كانت بتخليه يستدعي عصايه سحريه في ثانيه، بس لويد اتاخر في رد فعله. ميرلين ما رحمتوش وضربته بعصاها وقالت له بجديه انه ما ينفعش يكسل في تدريبه مهما كان قوي. لويد وعدها انه يفضل ملتزم ومش هيهمل ابدا. في الدرس اللي معاه ميرلين علمته عن احجار السحر وشرحت له ان الاحجار دي عباره عن مانة متجمده ومركزه جدا لدرجه انها ممكن تحول الحاجات اللي حواليها هي كمان لاحجار سحريه. مرت شهور وفي يوم من الايام ميرلين اخدت لويد لعمق الغابه، ادت له سكينه صغيره وقالت له انت لازم تعيش هنا لوحدك وتلاقي طريقك للبيت خلال اسبوع. قبل ما يلحق يعترض جريت واختفت وسط الشجر وسابته واقف مذهول. ما عداش وقت طويل وظهر قدامه ذئب ضخم جدا طالع من بين الاشجار وهاجم عليه. لويد جري بحياته وطلع فوق شجره بسرعه علشان يهرب وهو خايف. قال لنفسه انا ساحر ابيض، ازاي هقدر اواجه وحش زي ده؟ افضل حل ان ارجع البيت من غير ما اقابل وحوش تاني. فاستخدم سحره علشان يحدد الاتجاهات ويشوف هو فين، بس اكتشف انه تاه بعيد جدا وما كانش قدامه غير انه يمشي بحذر وسط الغابه. ولما الليل جه استغل وقته في انه يقعد يذاكر ويتدرب على تعويذاته علشان يطورها. الايام عدت بنفس الروتين لحد ما في يوم وهو ماشي داست رجله على فرع واتكسر، والصوت ده صح عنكبوت عملاق كان قريب منه. قلبه وقع من مكانه، جري باقصى السرعه وهو بيعمل تعويذه سرعه تخليه يسبق العنكبوت. وبعد رحله طويله ومجهده جدا قدر اخيرا يوصل للبيت، بس اول ما وصل وقع من التعب قدام الباب. ميرلين لقيته وابتسمت بفخر وقالت له انها مبسوطه انه رجع بنفسه وده دليل انه بقى عنده قوه وصمود حقيقي. عدت كام سنه وفي يوم وهو بينظف لقى كتاب فوق مكتب ميرلين بيحكي عن بلده. الفضول مسك فيه فسالها ممكن اخده واقراه. قالت له بمنتهى البساطه خده وخليه معاك. ساعتها كان لويد تقريبا خلص تدريبه خلاص، يعني ما بقاش تحت رحمه الدروس الممله اللي ما بتقفش. بس مع كده ميرلين كل يومين تجره معاها علشان يساعدها في ابتكار تعويذات جديده، لانه عنده موهبه غريبه في تطوير السحر. هو ما كانش بيتضايق، بالعكس كان مبسوط انها اخيرا بقت بتشوفه ند ليها مش مجرد تلميذ. بس في مشكله، لويد ما كانش نايم من كام يوم. ميرلين كانت بتسهره معاها طول الليل في تجارب سحريه ما بتخلصش، والتعب بدا يهد فيه. ومع كل ده فضوله عن حياه المدن كان بيكبر يوم بعد يوم لحد ما قرر ياخد خطوه جريئه. الصبح اللي بعده ميرلين طلعت اوضته علشان تناديه يكمل معاها شويه تجارب، لكن اتفاجئت الاوضه فاضيه والكتاب اللي كان بيقراه مفتوح على المكتب. فهمت فورا هو راح فين. وفي الناحيه التانيه لويد كان واصل للمدينه لاول مره في حياته، يعني ما كانتش ملاحقه من الزحمه والحركه حوالينه. اول حاجه عملها اشترى رغيف عيش بسيط، وبعدها اكتشف انه مفلس محتاج شغل بسرعه. فجاه ورقه اعلان بتطير وتلزق في وشه، والاعلان كان عن طلب مغامرين. ومن غير تفكير قرر يتقدم. اللي ما يعرفوش لويد ان في راجل لابس عباءه كان ماشي وراه من اول ما دخل المدينه بيراقبه باهتمام. بعد ما لويد انضم رسميا لفريق المغامرين راحوا سوا على القلعه علشان يواجهوا وحش ضخم سيكلوبس. القتال كان عنيف. القائد ألان اتصاب وقال للمعالجه شينا تعالجه، وهي لسه هتبدا. لويد من غير صوت ولا كلمه اطلق تعويذه دعم متقدمه. فجاه كل الفريق حس بقوه وطاقه غريبه رجعت لهم، ولا واحد فيهم عرف ان لويد هو السبب ولا هو فتح بقه. الرامي ساعتها صوب سهم في عين السيكلوبس واصابها في ساعتها، ورينا مسكت ضربه قويه بدراعها بكل سهوله واتصدمت ازاي صدتها بسهوله كده. ألان ما سالش نفسه اصل القوه دي منين، بالعكس اتنفخ اكتر وقتل السيكلوبس بثقه مقتنع ان ده كله بفضله هو. لكن رينا بدات تشك ان لويد ليه يد في اللي حصل. بعد ما خلصوا رجعوا المدينه، الناس استقبلوا ألان كانه بطل لان الوحش ده ما حدش قدر يغلبه قبل كده. المكافاه كانت هائله، لكن ألان ادى لويد 5 عملات ذهب بس وقال له ما تزعلش انت لسه مغامر مبتدئ، رتبتك دي. لويد اخد الفلوس من غير كلمه. ولما ألان اقترح يعملوا حفله ويشربوا علشان يحتفلوا، لويد اعتذر وقال مش عايز يشارك. مايا الساحره اللي معاهم زعلت جدا واتعصبت انه مش عايز يشرب معاهم، لكن ألان هداها وقال لها عادي نلاقي اي ساحر ابيض غيره، هو ما عملش حاجه مهمه اصلا في المعركه. في بيت ميرلين الراجل الغامض اللي كان بيتابع لويد ظهر عندها. سالت عن مكانه. الراجل قال لها انه وصل المدينه وانضم لفريق مشهور. ارتاحت ميرلين وقالت كان لازم يجرب العالم بنفسه، المهم ما يتغرش بنفسه زي ما انا عملت زمان. الراجل سالها لسه شايله اي ندم من اليوم ده؟ ملامح وشها اتغيرت وبقت كلها مراره، وفكرت في غلطه عمرها، اليوم اللي ما توقعتش فيه ان ملك الشياطين هيضحي بنفسه وينفجر بس عشان ياخد الجرامور. غلطه صغيره زي دي دمرت قريه كامله وخلت كل الناس اللي فيها يختفوا في لحظه بما فيهم ميرلين نفسها. من حسن حظها
صاحبها السبل قدر يرجع الكل تاني باستخدام سحر قديم ومحرم، بس للأسف التمن كان حياته هو. من ساعتها ميرلين عمرها ما بطلت تلوم نفسها على اللي حصل. بنرجع للويد اللي شغال مع فريق الأبطال، هو دايما واقف معاهم في الظل كده بيساعد من غير ما يبان. كل ما ألان أو أي حد من التيم يتزنق في قتال تلاقي لويد بيرمي عليهم دعم وسحر يقويهم ويخلي الكافة في صالحهم. وبفضل مجهوداته الخفية دي الفريق تقريبا ما بيخسروش أي معركة، دايما محافظين على سلسلة انتصارات متواصلة. بس المشكلة إن ولا واحد فيهم واخد باله قد إيه لويد شال الحمل كل لوحده. في ليلة من الليالي رينا كانت قاعدة تذاكر شوية تقنيات دفاعية، فجأة ألان دخل أوضتها من غير استئذان. هو كان فضولي يعرف هي بتعمل إيه، فرينا قالت له إنها محتارة شوية لأن ضربات الوحوش مؤخرا بقت تحس إنها أضعف من الأول ومش بتكسر درعها زي زمان. ألان وافقها وقال إن هو كمان حاسس بنفس الموضوع، بس كان فاكر إن ده علشان مهاراته الطبيعية اتطورت. رينا استغربت وقالت له إزاي يعني؟ أنت أصلا مش بتتدرب كتير الفترة دي، فإزاي فجأة بقيت قوي كده من غير سبب؟ الناحية التانية بقى في عمق الغابة كان في مجموعة حراس بيخلصوا دوريتهم بالليل. فجأة واحد منهم صرخ صرخة موت والباقيين لحقوا يبصوا لقوه واقع وفوقيه جلمود تراب عملاق واقف. اللحظة دي واحد من الحراس فهم ان نهايته قربت خلاص. تاني يوم الصبح قائد الحراس راح لألان بنفسه وطلب مساعدته. قال له ان الليلة اللي فاتت كل الحراس اللي كانوا في الدورية اتقتلوا بطريقة وحشية. من غير ما يتردد ألان وافق وقال دي مهمة سهلة، جلمود زي ده مش هيبقى صعب عليا. العصر اتبعوا سحر التتبع بتاع لويد لحد ما وصلوا الكهف مستخبي ورا شلال، وهناك واجهوا الجلمود ومع دعم لويد السحر ليهم خلصوا عليه بسرعة. لكن فجأة شيطان ظهر واستدعى جلمود تاني من الصخور اللي بتتساقط من فوق، وبدأت معركة جديدة. لويد ركز في الشيطان ولاحظ انه ماسك عصاية راكب فيها حجر سحري ومن خلالها بيتحكم في الجلمود، وعارف قد ايه الاحجار دي خطيرة وقال لازم يخلص منها بسرعة قبل ما الوضع يخرج عن السيطرة. على طول عمل تعويذة دقيقة وقال للولو ترمي سهم على الشيطان. لولو اتفاجئت من امره المفاجئ، اترددت لحظة بس في الاخر عملت زي ما قال، والغريب ان سهمها صاب الهدف بالظبط. ساعتها لويد قال لميا تنقل العصاية دي له، واول ما مسكها على طول ختم سحرها ومنعها تشتغل. في النص ده ألان بدأ يتعصب لأن لويد هو اللي بقى يدي أوامر كأنه القائد، وده كان مزعله. حاول يثبت نفسه ورجع يهاجم الجلمود علشان يضرب الضربة القاضية بنفسه، لكن لويد ما استحملش يشوفه بيتطور كده فعزز سرعته بالسحر ورماه بعيد قبل ما الجلمود يسحقه. وبدل ما ألان يشكره علشان أنقذه لا صرخ فيه واتهمه إنه بيتدخل في اللي مش شغله. وبعدها ألان خلص الضربة الأخيرة على الجلمود بنفسه. لما رجعوا المدينة ألان لسه متعصب فقرر يطرد لويد من الفريق ويقول عليه عيب، وقال له كمان انه كسول وما بيساعدش. لويد اللي طول عمره سامع من ميرلين ان قدراته ملهاش لازمه صدق نفسه فورا وقال يمكن هو فعلا المشكله. قبل الطرد من غير ما يعترض ولا كلمه. قعد 3 ايام كامله يدور على فريق جديد ينضم ليه، بس الموضوع كان صعب جدا. معظم الفرق اصلا معاهم ساحر شفاء، لكن بالصدفه هو في النقابه كان في بنت واقفه بتتوسل للموظفه انها تدور لها على ساحر شفاء فورا. الموظفه اشارت ناحيه لويد، اول ما البنت شافته جريت عليه مسكت ايده وسحبته معاها بالعافيه وقالت له انه لازم ينضم لفريقها. البنت دي يوي اخدته بسرعه وقدمته لفريقها. فريق استغرب ازاي رجعت بسرعه كده، كانوا فاكرينها اكيد فشلت ومفيش امل تلاقي وايت ميك جديد بسرعه. لكن فجاه يوي قالت لهم بفخر هو ده اللي هيبقى معانا. بس الكارثه انها عمرها ما شرحت للويد اي حاجه، يعني هو نفسه ما وافقش من الاساس. الفريق شكوا وقالوا دي حاجه غريبه وممكن يكون مش قد المسؤوليه، وقالوا كمان انهم ممكن يسيبوا المهمه اللي كانوا ناويين يعملوها اصلا لان من غير ساحر شفاء مش هتنفع. غير انهم مش واثقين لويد اصلا يعرف يملى مكان كلوم. الكل اتفق انهم لو حاولوا يكملوا المهمه بالحاله اللي هم فيها دلوقتي الموضوع هيكون خطر بزياده. بس يوي ما كانتش عايزه تتراجع لان العميل بتاعهم مستني منهم ينفذوا المهمه، وكمان هي بجد عايزه تساعد. لويد ما كانش فاهم كل ابعاد الموقف بس كان عارف ان المهمه دي مهمه جدا، فاقترح انهم يسيبوها لفريق تاني. لكن هم وضحوا له ان مفيش فريق تاني فاضي يمسكها، دي مهمه تصنيف رتبه اي، يعني ما ينفعش غير فرق بنفس التصنيف او اعلى. بس للاسف كل الفرق الاي رانك في العاصمه كانوا مشغولين بمهام تانية ومفيش حد متاح. فريق يوي تصنيفهم رتبه اس فطبيعي جدا ينفع ياخدوا المهمه. المشكله انهم ما عندهمش الساحر الابيض الاساسي بتاعهم ولازم يلاقوا بديل، بس قوانين النقابه الصارمه ما بتسمحش لاي فريق يضم اعضاء مؤقتين مش مسجلين رسميا. ومع ضيق الوقت
موضوع يلاقوا ساحر ابيض متمكن يكمل معاهم شبه مستحيل. لويد نفسه كان عايز يساعدهم جدا، بس جواه احساس انه مش بالقوه الكافيه انه يكون عضو في فريق تصنيف اس. وقبل ما يتكلم ويقول مخاوفه، يوي بصت له بكل ثقه وقالت له طول ما انت معانا كله هيكون تمام. بعدها خدوه على ساحه مفتوحه علشان يقيموا قدراته قبل ما يضموه رسميا للفريق. واللي يضحك ان لويد اصلا ما كانش موافق يدخل في اي من ده من الاساس، بس فجاه لقى نفسه واقف قدامهم ويوي بتقول له يوريهم يقدر يعمل ايه. لويد اتوتر جدا، خايف امكانياته تطلع اقل من توقعاتهم، خصوصا انهم تصنيفهم اس زي المعلمه بتاعته. هنا ده غاس اتدخل وقال ليوي مش عادل تضغطي عليه فجاه كده وتطلبي منه يورينا قوته من غير ما توضحي عايزه اي نوع سحر، على الاقل حددي له حاجه واضحه يركز عليها. كلامه كان منطقي، فيوي بصت للويد وقالت له طيب اعمل سحر تعزيز لكل المجموعه. لويد استغرب جدا، الموضوع باين عليه سهل جدا بالنسبه لاختبار فريق رتبه اس، فسالها يعني عايزاني اعززكم كلكم هنا وبس؟ قالت له ايوه، بس بشرط واحد تعملها لكلنا مره واحده. لويد اتلخبط اكتر لانه متعود يعزز مجموعات كامله من غير اي مشاكل، بالنسبه له الموضوع تافه جدا، فاستغرب ليه هم معتبرينه تحدي او اختبار. وساعتها سالهم انتوا شايفين اني مش هقدر؟ قالوا له طب وانت تقدر؟ قال لهم ايوه، بس فضل محتار ليه شايفينها مهمه صعبه. راح مطلع عصاته من العدم وبدا يجهز تعويذه. هنا يوي اتصدمت وقالت له ايه ده؟ جبت العصايه منين؟ قال لها بكل برود دي مجرد تعويذه تخزين بسيطه ما فيهاش اي حاجه. بالنسبه له الموضوع عادي، اللي كان فارق معاه فعلا هو رد فعلها على التعزيز اللي عمله. في البدايه يوي ما خدتش بالها، بس لما ركزت حست بقوه غريبه في جسمها زي دفعه كده. الباقي كمان حسوا بنفس التاثير، بس الغريب ان السحر مختلف عن اي تعذيب عادي. يوي قررت تختبره، طلعت سيفها وضربت بيه شجره كده على السريع. المفاجاه السيف قطع الجذع كله من ضربه واحده. وقفت مصدومه، بس لويد شاف ده طبيعي جدا بعد التعزيز اللي عمله. لوي والباقي كانوا فاكرين انه هيعمل تعزيز قوه وخلاص، لكن لويد شاف ان ده قليل قوي، فزود كمان تعزيز دفاع وسرعه وحيويه، يعني عمل باقه كامله من البفات. الكل اتجمد مكانه من الدهش، عينيهم مفكوكه عليه، لكن هو افتكر ان سكوتهم معناه انهم مش مبسوطين. قال لهم اسف لو ضيعت وقتكم، اكيد مش محتاجين ساحر ابيض زيي، وبدا يسيبهم ويمشي. هنا يوي وقفته بسرعه، مش معقول تسيب حد زي ده يروح. وكمان فضلت تساله شويه اسئله لحد ما عرفت انه كان مع فريق البطل. يوي اتصدمت جدا لان الفريق ده مشهور في المملكه كلها، بس لويد وضح لها انه اتطرد منهم علشان كانوا شايفينه ضعيف، وهو نفسه مقتنع انه ما كانش له قيمه كبيره معاهم. الفريق كله رفض الكلام ده وقالوا له مستحيل، عمرنا ما شفنا حد يقدر يعمل كل التعزيزات دي مع بعض. لكن لويد فضل مصر ان في ناس اقوى منه بكتير، وقال لهم الافضل يرجعوا الساحر الابيض القديم بتاعهم. بس ده ما كانش خيار متاح، لان كلوم الساحره البيضاء بتاعتهم القديمه عندها اخت صغيره مريضه جدا، وكلوم لحد وقت قريب كانت بتحاول توازن بين مغامراتها ورعايتها لاختها يوميا. الضغط خلاها مش قادره تركز في المعارك، وفي الاخر قررت تسيب الفريق علشان ما تكونش عبء عليهم. الكل كان فاهم ان كلوم ضحت بنفسها وقررت تبعد بس علشان ما تضرش الفريق، رغم انهم ما كانوش عايزين يسيبوها تمشي، بس احترموا قرارها. ومن ساعتها هم بيدوروا على ساحر ابيض جديد مكانها، وغالبا بياخدوا مهمات من غير ساحر ابيض مضطرين. بس كانت المهمات بتاعت كلوم صعبه جدا من غير ما يبقى معاهم معالج كويس. لويد حس قد ايه المجموعه بتحب كلوم وبتقلق على اختها، فحب يساعد باي طريقه. قام سالهم هو اخت كلوم مالها؟ عندها ايه بالظبط؟ يوي قالت انها مش عارفه بالظبط، بس متاكده ان الحاله دي بتخلي جسم اختها يتحول تدريجي لماده اسمها ماجيستون. لويد افتكر ان قرأوا قبل كده ان الماجيستون ممكن يعدي تاثيره للاجسام اللي حواليه، وقال انه كان بيبحث فعلا في طرق علشان يعكس او يوقف التحول ده. ساعتها قال لي يوي خديني عند بيت كلوم يمكن الاقي حل. وفعلا راحوا على بيت كلوم، ولما وصلوا كلوم اتفاجئت اول ما فتحت الباب وشافت يوي ومعاها واحد غريب، بس مع ذلك دخلتهم جوه علشان يتكلموا. لويد وقف شويه محتار قبل ما يسال السؤال اللي في دماغه، عارف انه ممكن يبان جارح او تقيل بس لازم يفهم. وقال لها اختك جالها مرض ده ازاي؟ كلوم ما زعلتش، بالعكس حكت له القصه. قالت ان هي واختها سيلفي كانوا دايما بيشتغلوا سوا كمغامرين، لحد ما في يوم في مهمه خطيره سيلفي اتعورت جامد ودخلت في غيبوبه، ومن ساعتها ما فاقتش. يوي سالتها هو وحش اللي هاجمها ولا ايه؟ كلهم ردت وقالت بصراحه مش عارفه، انا لما لقيتها كانت واقعه ومغمى عليها. لويد بدا يسالها عن اعراضها وحالتها، فكلوم قالت له خليك تشوفها بنفسك احسن من الكلام. وفعلا اخدتهم عند اوضه سيلفي، وقبل ما تفتح الباب قالت لهم خليكم مستعدين علشان المنظر صعب. اول ما فتحت الباب موجه طاقه سوداء ومزعجه طلعت وضربت في وشهم، كلها جايه من سيلفي. لما كلوم شالت الغطا من عليها بان ان ايديها ورجليها ابتدوا يتحولوا لحجر ماجيستون.
لويد اتصدم لاول مره يشوف بعينه التاثير الرهيب ده على بني ادم، وفضل واقف مذهول. جسم سيلفي كان بيتحول بالتدريج لحجر، ولو فضل كده مش هتفضل عايشه وقت طويل. لويد قال لكلوم سيبيني ابص عليها كويس، عندي حاجه عايز اجربها، ولو ظني طلع صح ممكن اعالجها. كلوم استغربت جدا وقالت له ازاي؟ كل المعالجين الكبار في البلد ما عرفوش يعملوا اي حاجه وانت جاي تقول ممكن تشفيها. ساعتها لويد شرح لها الموضوع، واضح انها اتطعنت او اتجرحت بحاجه مصنوعه من ماجستون نقي جدا، هو ده اللي دخل جسمها وابتدى يحولها. وبعدين سالها المكان اللي اتعورت فيه اختك كان فيه تركيز مان عالي؟ كلوم هزت راسها وقالت المهمه يومها كانت في كهف فيه ماجستون كتير، احنا اصلا كنا بنجمع الاحجار من هناك. لويد قال تمام، وريني مكان الجرح. اول ما اشارت ناحيته اتاكد ان كلامه صح، الحجر دخل من الجرح والطاقة بتاعته هي اللي بتعمل الكارثة دي. يوي طلبت من كلوم تثق في لويد وتديه فرصة يجرب يعالجها. بعد ما جهز كل حاجة، لويد بدأ يلقي تعويذة لسحب المانا الفاسدة من جسم سيلفي. العملية كانت مرهقة جدا، كل موجة بيشفطها من طاقتها الملوثة كانت بترهقه أكتر، لأن السبب الرئيسي إن مانا سيلفي خرجت عن السيطرة بعد ما تعرضت للحجر، ولازم يخرج كل المانا التالفة من جسمها بس من غير ما يقتلها بسبب نقص المانا. فكر وقال أنا هسحب الطاقة الفاسدة واستخدمها في نفس الوقت علشان اعمل تعويذه علاجيه، كده اقدر اوزن الموضوع. وابتدى يرمي التعويذات. كلهم استغربت وسالته ايه التعويذه دي؟ انا عمري ما شفتها قبل كده. لويد قال انا مضطر استهلك الطاقه اللي بسحبها في حاجه، فهضعف نسخه من تعويذه العلاج واستهلك فيها الطاقه. يوي ما كانتش فاهمه المصطلحات دي قوي، فسالت كلوم هو ده فعلا حاجه جامده؟ كلوم بصت لها وقالت جامده ايه بس؟ اللي بيعمله ده مستحيل يتكرر، ده اخترع التعويذه دي بنفسه، وكمان بيرمي نوعين سحر في نفس الوقت، مفيش انسان عادي يقدر يعمل كده. وهو مكمل في العلاج، التحول اللي في جسم سيلفي بدا يتراجع، والجلد اللي كان متحجر رجع طبيعي لحد ما خلص خالص ورجع جسمها زي الاول. لكن لويد طلع منه طاقه رهيبه لدرجه انه وقع من التعب، وبعد شويه سيلفي نفسها فات من الغيبوبه. كلهم ما قدرتش تمسك دموعها، جريت على اختها وهي منهاره من الفرحه وشكرت لويد ويوي من قلبها. وبعد ما سيلفي اتعافت، كلهم قررت انها تسيب فريق يوي وتكمل حياتها كمغامره مع اختها. يوي زعلت شويه بس احترمت قرارها وودعتها. قبل ما لويد يمشي، كلهم وقفته وقالت له من فضلك اهتم انت بالفريق في غيابي. لويد قال لها انا لسه مش عضو رسمي عندكم ولسه شايف نفسي قليل الخبره. كلهم ردت عليه وقالت له انت بس اسمع قلبك وما تشكش في نفسك. وفي نفس الليله يوي ولويد رجعوا للفريق وحكوا لهم ان سيلفي اتعالجت. كل الفريق فضل يمدح في لويد ويشكره على اللي عمله، والكل اتبسط انه انقذ حياتها. بس بما ان كلوم وضحت انها مش راجعه خلاص، الفريق بقى مضطر يراجع خطواته الجايه في الفتره القصيره اللي لويد قضاها معاهم. اتعلق بيهم جدا وحس قد ايه هم فعلا بيهتموا ببعض وبيخافوا على بعض، وده على عكس فريق الابطال اللي كان معاهم قبل كده. متوتر شويه قام سالهم هو ينفع اكون معاكم كمعالج؟ ولدهشته اكتشف انهم في السر كانوا نفسهم جدا انه ينضم ليهم، فعرضه ده كان بالنسبه لهم خبر حلو ومكسب كبير. يوي قامت قالت له النهارده كل اللي نفسك فيه كله على حسابنا، كل براحتك، وده حاجه ما حصلتش معاه من ساعه ما دخل المدينه. لويد فرح جدا وقعد يلتهم الاكل طبق ورا طبق، مبهور بطعمه الجميل. بس الباقيين كانوا مستغربين اندهاشوا لان الاكل ده عادي جدا بالنسبه لمستوى المدينه. لويد اتصدم ان الطعم اللي شايفه عادي هنا بالنسبه له كان حاجه فخمه جدا، وده خلاه يشك في جوده الاكل اللي اتربى عليه. الفضول خلى الباقيين يسالوه طب ايه اللي كنت بتاكله زمان؟ قال لهم ان اكله كان عباره عن فطر واعشاب ولحمه من الحيوانات اللي كان بيصطادها من الغابه. بس المصيبه ان الطبخ بتاع معلمته كان كارثه. ساعتها يوي سالته يحكي اكتر عن معلمته، وقالت له حتى لو طبخها وحش بس اكيد شخص يقدر يعلمك السحر القوي ده يبقى عظيم. سيليكا بدات تتساءل اذا كانت المعلمه دي وايت ماج زي لويد، لكن لويد اعترف انه معرفش يسالها قبل ما يسيب البيت، بس من كتر ما كانت بتعمل انفجارات طول الوقت هو شاكك انها اكتر معلمه قتاليه مش علاجيه. سيليكا اتبهرت جدا ازاي معلمه قتاليه قدرت تعلمه سحر ابيض وهو مش تخصصها اصلا، وقالت بحماس انها لو لقت فرصه هتتدرب تحت ايدها. بس لويد بسرعه رفض الفكره وقال لها بلاش، صدقيني انت مش عايزه تقابليها. هو فاكر قد ايه التدريبات اللي اخدها معاها كانت قاسيه وصعبه، وما يحبش اي حد حتى اعدائه يتعذبوا نفس العذاب، بس ده ما يمنعش انه يحبها وبيدين ليها بالفضل، لانها رغم قسوتها كانت في اوقات بتوريه حنيتها وبتخليه يحس انها فعلا مهتمه بيه. بعد الاحتفال يوي قالت لازم نخطط كويس للمهمه بتاعتنا. الاول قرروا يشرحوا لويد التفاصيل ووروا له ورقه المهمه، وده غاز شرح وقال الموضوع ان في مجموعه وحوش بتهاجم على المزارع القريبه والناس مش قادرين يواجهوهم لوحدهم. الغريب ان القطيع مكون من انواع وحوش مختلفه بس بيتعاونوا سوا، ودي حاجه مش طبيعيه. يوي شايف ان مهما كانت المخاطر دورهم
كمغامرين يحموا الناس، ولويد وافقها الرأي. بدأوا يتكلموا في الاستراتيجية. يويو ودغاس مش هيقدروا يعملوا فرق في مواجهة مباشرة مع قطيع ضخم، فهيعتمد على سحر سيليكا علشان يضرب الوحوش. بس سيليكا قلقانة لأن الهجوم واسع المدى بياخد مانا كتير، ولو عددهم كبير ممكن ما تقدرش تخلص عليهم كلهم. ساعتها يوي سألت لويد انت بتعرف تعمل هجوم ولا لا؟ قال لها بعرف شوية تعويذ هجومية، بس ما اعتقدش سحر الوايت نيك بتاعي يضاهي سحر قتالي زي بتاع سيليكا. مع ذلك لازم يحطوا خطة. دغاس اقترح ان هو ويوي هيتصدروا المعركة علشان يجذبوا انتباه الوحوش، وبعدها يلوموهم في مكان واحد وسيليكا تديهم الضربة القاضية. كروس دوره يحمي سيليكا وهي بتحضر تعويذتها، ولويد هيمسك العلاج والدعم. سيليكا فرحت جدا ان لويد معاها، عارفه كويس قد ايه التعزيزات اللي بيعملها قويه، لكن لويد لسه مش فاهم ليه الكل بيشوفه قوي كده. في الاول يوي افتكرته بيتواضع، لكن دلوقتي فهمت انه فعلا مش مدرك قوته. حاولت ترفع معنوياته وقالت له انه لازم يثق في نفسه اكتر، بس هو رد وقال انا طردوني من فريق الابطال علشان ضعيف، ازاي اكون قوي زي ما بتقولوا؟ الباقيين استغربوا جدا وقالوا ازاي في حد غبي يطردك؟ دول كانوا عميان ولا ايه؟ الكلام ده فرح لويد جدا وخلاه يحس ان ليه مكان بينهم. بعد ما خلصوا خطتهم كل واحد راح في طريقه، بس دغاس لاحظ ان لويد ماشي في اتجاه مختلف. سأله رايح فين؟ لويد قلب خجل انه ما عندوش فلوس يبات في نزل. دغاس استغرب وقال له ازاي نخلي واحد مننا ينام في الشارع؟ واداله كيس فيه فلوس. لويد اتردد وقال له ما ينفعش اخدها كده. دغاس طمنه وقال له دي مش هديه، اعتبرها سلفه وهترجع لي الفلوس من مكسبنا في المهمه. لويد اتاثر جدا وشكره من قلبه ووعد انه يرد له الدين. دغاس قال له بلاش تضيع وقت وامشي على النزل دلوقتي. الليل ده كان اول مره من فتره طويله لويد ينام في سرير حقيقي، وكان ممتن جدا انه لقى اصحاب زي دول. تاني يوم اجتمعوا كلهم قدام بيت يوي جاهزين للمهمه، وهي اول ما خرجت استغربت انهم واقفين فاضيين من غير شنط ولا تجهيزات. فوجئت ان لويد ساعدهم وخزن كل المعدات بتاعتهم بسحر التخزين بتاعه، وده ريحهم جدا. عرض يخزن شنطه يوي كمان، وبعد ما عمل كده شكرته وقالت له والله دايما شنطه السفر دي بتتعبني. لويد قال لهم انه ممكن يعلمهم سحر التخزين ده علشان مش صعب. الباقيين اتصدموا لانهم كانوا فاكرين المهاره دي مستحيله على مغامرين عاديين. هو شرح ان اي حد عنده مانا يقدر يتعلمها، بس الموضوع محتاج تدريب طويل علشان توسع قدرتك في التخزين. حتى لو مش هيبقوا زي قدرته برضه هتكون مهاره مفيده جدا. طبعا الباقيين اتحمسوا جدا وقالوا له علمنا، وهو وافق بسعاده. بعد شويه بداوا رحلتهم وهم ماشيين على السهول، ووصلوا لحدود مملكه الشياطين. ولحد دلوقتي الشياطين هاديين ومش عاملين مشاكل، بس مفيش ضمان امتى يقرروا يغزوا القاره تاني. في نفس الوقت جوه الغابه العميقه كان في واحد غامض لابس رداء اسود واقف بيعمل طقوس مرعبه كده شكلها مش خير خالص، ودي باين انها هتجيب بلاوي في المستقبل القريب. على الناحيه التانيه لويد والفرقه بتاعته وصلوا لاول نقطه تفتيش اسرع من اللي كانوا متوقعينه، فقرروا يقفوا هناك ويعملوا معسكر صغير على جنب الميه. لويد طلع معدات التخييم من الاستورج بتاعه، وكلهم بداوا يشاركوا في نصب الخيام وتحضير مكان للنار اللي هيتدفوا عليها بالليل. الموضوع خد وقت مش قليل، ولما خلصوا يوي كانت مهدوده من التعب وعرقانه على الاخر. قامت سالت دغاس لو ممكن تروح تستحمى في النهر شويه، لكن دغاس قال لها لا لسه في شغل، لازم تجيبي حطب علشان العشاء. بس لويد طلع ابن حلاله وقال لها ما تقلقيش انا هجيب الحطب مكانك. وفعلا يوي فرحت وشكرته وسحبت سيليكا معاها علشان يروحوا يستحموا سوا في النهر. وبعد شويه لويد وهو في الغابه بيجمع الحطب خلص شغله وكان راجع على الكامب، فجاه سمع صرخه جايه من النهر. يوي وسيليكا كانوا بيستحموا زي ما خططوا، لكن عمرهم ما كانوا متوقعين ان في بازيلاسك مستخبي في الميه. والاسوأ من كده ان الاتنين كانوا من غير سلاح خالص. يعني ببساطه لويد لو ما لحقهمش كان زمانهم وجبه العشاء بتاعه الوحش ده. لويد بسرعه نط من على جنب الجرف ونزل منزلق كده، ورمى كرة نار صغيرة على البازيليسك علشان يشد انتباهه. وبمجرد ما الوحش اتلاقى صرخ ليوي وسيليكا وقال لهم يجروا بسرعة على الشاطئ، وفي نفس اللحظة طلع أسلحتهم من الاستورج ورماها لهم، وكمان عمل عليهم تعويذ التقوية. المعركة بدأت. يوي هجمت قدامه وضربت البازيليسك ضربة واحدة قطعت راسه. سيليكا بسرعة صرخت وقالت لهم يبعدوا فورا علشان هي هتضرب تعويذة نار. هما فعلا رموا نفسهم بعيد في آخر لحظة، وسيليكا فجرت كرة نار ضخمة حرقت البازيليسك كله الرمات في الثانية. سيليكا وقفت مذهولة من اللي عملته، مش مصدقة انها طلعت منها القوة دي. اللي هي مش عارفاه بقى ان لويد كان عمل لها بف سري من وراها من الاول بس ما قالش حاجة. والموقف المحرج هنا ان في لحظة المنافسة
المناوشة دي الفوطة بتاعت يوي وقعت قدام لويد، فطبعا اتحركت جدا ووشها بقى احمر زي الطماطم، ورجعت الكامب وهي مش عارفة تبص في وشه. بعد ما رجعوا المعسكر علشان يغير الجو ويكسر الاحراج، لويد قرر يعلمهم ازاي يستخدموا سحر التخزين. شرح لهم وقال بكل بساطة لازم تستخدموا ايديكم وتفتحوا ثقب في الفراغ علشان تخزنوا الحاجات. الكلام طلع سالب في شرحه، لكن لما جم يجربوا الموضوع كان معقد جدا زي المتوقع، محدش فيهم قدر يعمله. ولويد بدأ يلوم نفسه حاسس انه مدرس فاشل، بس ده غاز طمنه وقال له لا شرحك كان واضح، المشكلة اننا لسه مبتدئين وده محتاج وقت. وهنا جت سيليكا بفكرة ذكية، قالت طب ما نجرب ننطق التعويذة دي بصوت عالي، وفعلا جربت وقالتها، والمفاجأة ان السحر اشتغل وفتحت الاستورج بتاعها. ساعتها كلهم فهموا انهم كانوا بيحاولوا يقلدوا لويد اللي بيسحر من غير تعويذة، مع انهم لسه مش بمستواه. كل واحد بدأ يجرب انه يقول التعويذة بصوت عالي، وبالفعل قدروا يفتحوا التخزين مع ان لسه محتاج تدريب اكتر. الليل جه وبعد العشاء لويد قعد جنب النار بهدوء. يوي قربت منه علشان تكلمه، شكرته انه انضم للفريق، لكن لويد قال لها مفيش داعي للشكر، انا اصلا كنت بدور على فرقة انضم لها. يوي مع ذلك كانت حاسة بذنب شوية لانها ضغطت عليه يدخل معاهم، لكن لويد فهم انها كانت عايزه تخلص المهمه بسرعه. فضوله سالها طب ايه اللي مخليكي مهتمه بالمهمه دي للدرجه دي مع انك مالكيش علاقه بالمنطقه دي؟ يوي اترددت شويه لكن في الاخر قالت الحقيقه. وهي صغيره قريتها كلها اتدمرت بسبب الوحوش، وهي الوحيده اللي نجت من ساعتها، والصدمه دي عايشه جواها وهي مش قادره تستحمل تشوف قريه تانية يحصل فيها نفس اللي حصل معاها. وفجاه لويد سمع صوت جاي من الغابه، فشد يوي وقال لها بسرعه صح الباقي ولازم نمشي حالا. وبعد لحظات طلع جيش عناكب عملاقه من بين الاشجار وبداوا يزحفوا عليهم. الفرقه حاولت تستخبى في الاول، بس يوي غلطت وداست على غصن اتكسر، والعناكب كلها عرفت مكانهم. بسرعه جهزوا اسلحتهم واستعدوا للمعركه. المصيبه ان واحده من العناكب خطفت عصايه سيليكا السحريه ورمتها في شجره، وده قطع عنها السحر الهجومي. الموقف بدا يبقى خطير جدا. لويد خد زمام الامور وقال لهم عندي خطه. الاول عمل تعويذه تقويه للجميع، بعت يوي تلهي العناكب وتفضل تشغلهم. امر كروس انه يطلع الشجره يجيب العصايه لسيليكا، وفعلا اول ما العصايه رجعت لسيليكا لويد قال لهم يضربوا هجوم مشترك ونجحوا يوقعوا العناكب كلهم. بعد ما المعركه خلصت بخير لويد كان قلقان وحاسس انه اتخطى حدوده لانه كان بيامرهم كانه القائد، فاعتذر وقال لهم انا اسف لو كنت بتصرف زياده عن اللزوم. لكن المفاجاه ان الكل كان مبسوط بتعليماته، وقالوا له ان خبرته فرقت معاهم جدا وانهم مستعدين يسمعوا كلامه في اي موقف تاني صعب. تاني يوم الصبح الجروب كله جمع عدته بتاعة الكامبينج، وبعد ما لموا كل حاجة وخزنوها بقوا جاهزين يكملوا الرحلة. بس لويد كان لسه سرحان ومشغول بفكرة مضايقاه، حاسس ان هجوم العنكبوت اللي حصل بالليل ما كانش صدفة خالص، وفي حاجة غريبة بتحصل في الغابة دي. اليوم اللي بعده لويد قرر من نفسه انه يقعد يعمل حراسة بالليل تاني تحسبا لو حصل اي هجوم، بس اصحابه بدأوا يقلقوا عليه لان السهر الكتير كده مش كويس على صحته. اقترحوا يرجعوا تاني لنظام الورديات العادي زي الاول، لكن لويد اصر وقال انه تمام كده ومش تعبان. في دماغه شايف ان مهاراته مش قويه كفايه، فالسهر والحراسه هو الطريقه الوحيده اللي يقدر يساعد بيها الفريق، وده طبعا غلط لان الكل عارف قد ايه قدراته استثنائيه. بس هو مش مقتنع لحد دلوقتي، وبالرغم من كل المرات اللي حاولوا يوضحوا له انه قوي جدا ومختلف برضه مش قادر يستوعب. سيليكا قالت لهم يسيبوه دلوقتي علشان يعرفوا يناموا شويه قبل ما يكملوا طريقهم، بس ما نسيتش توصي انها ترجان وما يرهقش نفسه زياده. تاني يوم الصبح كملوا الرحله، ويوي بدات تقلق اكتر من كل ثقة لويد في نفسه، خصوصا لما شافته واقف بعيد وبيتمتم بتعويذه. راحت له تساله هو بيعمل ايه، فقال انه بس بيستعمل تعويذه بحث بسيطه علشان يتاكد لو في وحوش قريبه. بس اللي هو شايفه بسيط الحقيقه مش بسيط خالص. السحر ده نادر جدا لدرجه ان يوي نفسها في حياتها ما شافتش حد يقدر يعمله، لكن بالنسبه لويد الموضوع عادي، حتى لان مدى بحثه مش واسع قوي، ومع كده شايف انه لازم يفضل يستخدمه طول الطريق علشان يحافظ على امان الفريق. يوي وافقت انه يكون اكتر امان، لكنها قلقت من ان استخدام تعويذه متقدمه بالشكل ده بشكل مستمر ممكن يتعبه جامد، وعرضت تساعده في اي حاجه يحتاجها، لكنه رد وقال انه بخير ومش محتاج مساعده. بالليل وهو لسه سهران بيحرس، يوي وسيليكا في الخيمه بداوا يتساءلوا يمكن لويد مش واثق فيهم كفايه. يوي عارفه ان لويد قوي جدا، بس لحد دلوقتي مش بيعتمد على حد من اصحابه، مع ان المفروض انهم شركاء وبيسندوا على بعض. سيليكا ما كانتش شايله هم قوي، وقالت انه طبيعي اي فريق جديد ياخد
بياخد وقت على ما يتعودوا على بعض. حتى هي ويوي في الاول كانوا ما بيتكلموش كتير، لكن مع الوقت بقوا قريبين. بس حالة لويد مختلف لانه مقتنع انه ضعيف، وعشان كده بيدوس على نفسه جامد علشان يثبت انه له قيمة، مع ان محدش طالب منه كده. غالبا في سبب وراء سلوكه ده، وسيليك واثقة انه مع الوقت هيفتح قلبه ليهم. وفي اللحظة دي لويد واقف بره الخيمة بيحرس. جه دجاس وطلب منه يساعده في حاجة. لويد وافق لكنه تردد شوية وقال مش مرتاح يسيب مكان الحراسة. هنا كروس تدخل وقال له انه ممكن يستلم الحراسة مكانه، وساعتها لويد وافق يمشي مع دجاس. مشوا شوية في عمق الغابة، ودجاس بدأ يركب نظام خشخيشة متوصل بين الشجر. لويد استغرب وسأله عن الهدف منها، فدجاس شرح ان الخشخيشة دي هتشتغل كجرس انذار لو اي وحش قرب. في الحالة دي لويد مش هيبقى محتاج يسهر طول الليل. لويد اعترض وقال بس لو نمت مش هقدر استعمل تعويذة البحث. رد عليه دجاس وقال له يعني ايه مش واثق فيا كده؟ لويد بسرعة انكر وقال له لا هو مش قصده، بس في الحقيقة هو متعود يعتمد على نفسه في كل حاجة. ابتدى يشرح له انه معلمه قضى سنين بيغرس فيه فكرة انه لازم يكون مستقل تماما وما يعتمدش على حد، وكمان اول فريق انضم له في العاصمة وكانوا بيعتبروا انه ملوش لازمة، عشان كده حس انه مضطر يشتغل بزيادة علشان يثبت نفسه. لكن دجاس شاف الموضوع بشكل تاني خالص وقال له انه مش شايفه عبء ابدا، وحتى لو كان بيتاخر او بيبطئ الفريق شويه ده ما يفرقش معاه. الهدف من الفريق من الاساس انهم يكونوا سند لبعض. الكلام ده نزل على لويد زي الصدمه، لان اول مره حد يقول له انه ينفع يعتمد على الاخرين. دجاس نفسه استغرب ازاي لويد اتعامل بمعامله صعبه بالشكل ده لحد ما بقى مقتنع انه لوحده. بس في الاخر قال له يركز دلوقتي على انه ياخد قسط من الراحه. رجعوا المعسكر وكروس كان لسه ماشي في الحراسه، اما لويد ودجاس دخلوا يناموا في الخيمه. وبالرغم من ان لويد مش متعود يسند على غيره، فكره ان عنده رفقاء حقيقيين خلت قلبه يحس بالراحه، وقرر انه يدي نفسه فرصه ويحتضن المعنى ده. تاني يوم الصبح لويد راح ليوي وقال لها لو ممكن تساعده يلم ميه. يوي وقفت مصدومه شويه، اصل دي اول مره من ساعه ما عرفته يطلب منها مساعده في حاجه. يوي فرحت جدا ان لويد ابتدى يثق فيها ويسند عليها، ووافقت بسرعه ومن غير تردد. وفي نفس الوقت في قلعه بعيده كان في راجل اسمه مايكل قاعد يراجع تقرير جاله، والتقرير بيأكد ان كل احجار المشك اتحطت بالظبط زي ما هو امر. مايكل كان مبسوط وابتسم وهو بيبص للتقرير، لانه كده خطته ماشيه زي ما رتب بالظبط بالمخطط اللي عمله بالهجمات اللي دبرها باستخدام الوحوش. تقريبا كل المغامرين اللي في العاصمه اتبعتوا في مهمات بره، والعاصمه دلوقتي بقت فاضيه وضعيفه، اللي باقي فيها شويه مغامرين ضعاف ورتبتهم قليله، ومعاهم كمان فرقه الابطال. مايكل كان يتمنى ان فرقه الابطال دي كمان تمشي، بس هو مش قلقان وواثق ان قواته هتقدر تسحقهم من غير اي مجهود. نرجع للغابه. لويد وفرقته كانوا لسه ماشيين في الطريق، بس يوي بدات تحس بحاجه غريبه، في حاجه مش مريحه في الجو. الغابه هنا هاديه بزياده وساكته بشكل يخوف. الغريب انهم من ساعه ما دخلوا الجزء ده من الغابه ما قابلوش ولا وحش واحد. يوي سالت لويد انت اللي بتعمل كده؟ انت اللي مبعد الوحش عننا؟ بس لويد قال لها ان السحر الوحيد اللي بيستخدمه هو سحر البحث، وده اصلا ملوش علاقه بطرد الوحوش، وده معناه ان في حاجه تانية اكبر مخوفه الوحوش. وبعدها ساعتها لويد قرر يوسع مدى سحر البحث بتاعه علشان يعرف ايه اللي بيحصل. وبعد ما عمل كده لقط حاجه، قال اللي معاه في قطيع ضخم من الوحوش على بعد 10 كيلومتر قدامنا، والغريب انه في نفس اتجاه المزرعه اللي احنا رايحينها. يوي ما اهتمتش بالوحوش في الاول، وقطعته تساله انت متاكد انك مسحت المنطقه كلها في مدى 10 كيلومتر؟ لويد رد عادي جدا وقال ايوه عملت كده، وكان شايف الموضوع بسيط وما يستاهلش الضجه. لكن الباقيين اتصدموا، اصل حتى اعظم الصحراء في العالم ما يقدروش يعملوا مسح بالمدى ده. لويد اتفاجئ ان 10 كيلومتر يعتبر حاجه خارقه بالنسبه لهم، وحاول يخلي الموضوع صغير وقال بصراحه ده اقصى مدى عندي، وكمان بيستهلك مني مانا كتير جدا فما بقدرش اعمله كتير. بس اللي معاه مش مصدقين انه مش واخد باله من قوته دي، ويوي مسكت نفسها من الغيظ من قد ايه هو مش مدرك انه قوي فعلا. بس ما كانش وقت الكلام ده، لان قدامهم مهمه لازم يخلصوها. واخيرا وصلوا المزرعه، ومع انه لويد حذرهم من عدد الوحوش، بس لما شافوهم بعينهم اتخضوا اكتر. قطيع كامل من الهاي وولفز، وكان المفروض التقرير بيقول ان في وحوش تانية متنوعه. لويد ابتدى يشك وقال فين الباقيين؟ اصل من المعروف ان في الغابه دي وفي وحوش اقوى بكتير من الذئاب دي، ومش منطقي ان الذئاب هي اللي سيطرت. لويد سال يوي لو تعرف صاحب المزرعه فين. يوي قالت له ان الطلب اللي جالهم كان بيقول ان الراجل اتعور وهو دلوقتي عايش مع ابنه في العاصمه. وفي اللحظه دي كروس لمح حاجه غريبه جوه المزرعه، وقال
الباقي بصوا بس محدش فيهم قدر يشوف زي ما هو شايف، اصل نظره حاد، حتى لويد ما كانش شايف كويس فقرر يستخدم سحر تعزيز النظر. اول ما عمل كده شاف حجر ماجيك شكله مرعب في نص المزرعه، بعد كده عمل نفس التعزيز للباقيين ولما بصوا شافوا الحجر ده وحسوا فعلا ان طاقته غريبه وشريره. لويد ركز وقال انه ممكن يكون سحر خاص بالبيست فولك، اصل معلمه زمان قال له ان الاحجار دي عندهم قوه تتحكم في الوحوش، وده معناه ان في حد بيستخدم الحجر ده علشان يجمع الوحوش هنا. علشان يتاكد لويد استخدم سحر البحث تاني وفعلا لقى قطيع وحوش ضخم جدا جاي عليهم. ساعتها وقف يفكر ليه لو حد عايز يخلص علينا في طرق اسهل بكتير من تجميع الوحوش كلها كده، بس كروس قطع تفكيره وقال له مفيش وقت نفكر، لازم ننسحب دلوقتي قبل ما القطيع يوصل. يوي اعترضت وقالت لا، لو رجعنا دلوقتي المزرعه هتتدمر بالكامل. كروس قال لها ما ينفعش نقاتل 1000 وحش واحنا لوحدنا، لكن دغاس دخل وقال حتى لو انسحبنا في احتمال كبير الوحوش تتتبعنا وتروح ورا المدينه، يعني الهروب مش مضمون اصلا. الجماعه وقفوا مش عارفين يعملوا ايه، بس لويد قطع التردد وقال هنقاتل، عندي خطه. شرح لهم انه لازم اول حاجه ندمر الحجر السحري، وبص على كروس وقال له تقدر تضربه من هنا؟ كروس قال له انا دقيق في اصاباتي، بس المشكله المسافه كبيره والطلقه ممكن ما يبقاش فيها قوه تكفي لتكسير الحجر من اول مره. لويد طمنه وقال القوه دي عليا انا، هعزز الطلقه. كروس جهز نفسه لما سحب القوس. لويد عمل تعزيز ثلاثي في نفس اللحظه، عزز كروس نفسه والقوس والسهم. الطلقه خرجت بسرعه ونور رهيب واخترقت الحجر وفجرته في لحظه واحده. كروس اتصدم وقال ازاي عملتها؟ لويد بكل بساطه رد وقال انا بس عززت الثلاثه مع بعض كده، زودت القوه للاخر. كروس فتح عينه من الدهشه وقال انت بتقدر تعزز 3 حاجات في نفس الوقت؟ ولويد كعادته اللي مش مدرك قدره رد ببرود وقال يعني مش حاجه كبيره. دلوقتي بقى بعد ما الحجر السحري اختفى الوحوش بدات تهجم على بعض، لان خلاص ما بقوش تحت تاثير التحكم العقلي، حتى لو ما قتلوش بعض للاخر. لويد كان شايف ان ده على الاقل هيقلل عددهم جامد. اما بالنسبه للجيش التاني من الوحوش لويد كان متامل انهم ينسحبوا بعد ما الكريستال اتدمرت، بس لا، الهجوم لسه مكمل. كل الناس بسرعه خدوا اماكنهم، ومع الموجه العملاقه من الوحوش اللي جايه عليهم المجموعه كلها بدات تحس بالضغط والخوف، اعصابهم خلاص بايظه من المنظر المرعب. ساعتها لويد قال لهم استنوا، ما حدش يهاجم غير لما الوحوش تقرب قوي. وبالفعل اول ما الوحوش قربت من سيليكا ادالها الاشاره تضرب. سيليكا على طول عملت تعويذه عاصفه النار، ولما النيران نزلت اتفاجئت. الوحوش ولعت في ثانيه وتحولوا رماد اسرع بكتير من اللي كانت متوقعاه. الباقي استغربوا وقالوا ازاي سحرها فجاه بقى بالقوه دي؟ لويد بكل بساطه قال لهم انه عدل كفاءه المانا عندها وخلى التعويذه تكلفتها اقل، وده زود قوتها بطريقه جنونيه من غير ما يستهلك طاقتها كلها. اول خطوه خلصت، بعدها لويد جري بسرعه عند كروس، فتح رابط ذهني معاه وباستخدام سحر البحث بتاعه ورى له اماكن كل الوحوش الطايره وسط الدخان الكتير. كروس بدا يصطاد واحد ورا التاني لحد ما خلص عليهم كلهم. بنيجي للمرحله الاخيره من الخط. لويد رجع بسرعه لسيليكا وسالها لو خلصت على الوحوش. هي قالت ايوه خلصت، بس انا خلاص قربت افضى من المانا ومش هقدر اساعدكم تاني. لويد طمنها وقال لها ما تقلقيش وخد ايدها. هي كانت متردده ومش فاهمه هو ناوي يعمل ايه، بس اول ما مسك ايدها بدا ينقل لها مانا من عنده. سيليكا استخدمت المانا اللي خدتها منه وعملت تعويذه مطر نزل على الغابه وطفى كل النيران. بعد ما خلصت سيليكا وقعت على الارض منهاره من التعب. لويد كمان كان مرهق بس لسه واقف. يويو الباقيين فضلوا يشكروه ويشيدوا بيه انه كان شايل الخطه كلها على كتفه، لكن في دماغ لويد كل اللي بيفكر فيه انه ضعيف، ازاي بقى مرهق بالشكل ده بعد ما واجه 1000 وحش بس. لما يويو ودغاس خلصوا على شويه الوحوش اللي فضلوا ورجعوا، لويد قال لهم عنده شك ان كل اللي حصل ده كان مجرد تمويه والهدف الحقيقي مدينه اشتار. يوي سالته ازاي، فشرح لهم ان المسؤولين بعتوا المغامرين الاقوياء بعيد علشان يبعدوهم عن المدينه، وكمان الوحوش اتبعتت ناحيتهم مخصوص علشان يبطلوهم. كروس ما اقتنعش وقال بس ازاي؟ المدينه مليانه فرسان وابطال، مش سهله تقع كده. لويد فكر شويه لا كلام كروس منطقي، لكن دغاس بدا يفكر في كلام لويد وقال لا بصراحه الاحتمال كبير ان كلامه صح. المجموعه كلها بدات تميل ان اشتار ممكن تكون خلاص وقعت. يوي قالت طيب نتاكد بنفسنا ونرجع فورا. الكل وافق. لويد طلع عصا سحريه واداهم كلهم تعزيز سرعه سحري. فجاه بدا يجري بسرعه خارق. الباقيين كانوا مصدومين وقالوا له يستنى، لكن اول ما جري وراه اكتشفوا انهم بقوا بنفس سرعته. يوي سالته هم بيجروا ازاي ده حصل، فقال انه لسه من شويه
يستخدم سحر لتعزيز سرعتهم مؤقتا. في الناحيه الثانيه ميشيل كان قاعد على وشك يشرب كاس النبيذ المفضل بتاعه، فجاه اتقطع عليه القعده ودخل الجنرال العظيم جريست جاي يقول له ان قواتهم المتقدمه دلوقتي في طريقها لاشتار وكل حاجه ماشيه حسب الخطه، وقال كمان ان السبب في نجاحهم ده كله يرجع للبنت من شعب الوحوش، من غيرها الخطه ما كانتش هتوصل لحد هنا، وبيخططوا يخلوها تخدمهم في المستقبل برضه. ميشيل قال طول ما احنا بنستخدمها هنفضل نكسب اكتر واكتر. الجنرال استغرب كلامه شويه بس قال بما انك انت معروف انك ايد الشيطان اليمين فانا واثق انك هتتصرف، ومشي سايبه. في الوقت ده البنت المسجونه قاعده في زنزانتها مكسوره وزعلانه. ميشيل نزل لها تاني علشان ياخد قوتها. هو طول الوقت كان بيستغل سحرها في صناعه الاحجار السحريه بتاعه الوحوش. في نفس الوقت لويد والباقيين بفضل تعزيز السرعه قطعوا مسافه ضخمه بسرعه، فقرروا يقفوا في مكان هادي شويه يرتاحوا فيه. لويد عمل لهم جرعات جديده يشربوها علشان يحافظوا على طاقتهم السحريه. بعد ما خلصوا سيليكا بصيت له وقالت بقلق يا لويد انت مش متأذي من كتر ما بتستخدم سحر التعزيز علينا؟ انا سمعت انه بيستهلك مانا كتير جدا. لويد رد وهو واثق وقال ده صحيح للي مش متعود، بس انا مع التكرار عرفت اتحكم في استهلاك المانا واقلله جامد. سيليكا اتصدمت وقالت ازاي وصلت للمستوى ده؟ فشرح لهم ان من صغره كان بيتمرن عليه بالعافيه، وقال وانا صغير المعلم بتاعي كان بيرميني في الغابه بعيد عن الناس ويخليني ارجع لوحدي البيت. بما اني ساحر ابيض ما كنتش قوي في القتال الوحوش، فكل اللي كان ينفعني اني اهرب. كنت بضطر استخدم كل انواع سحر التعزيز علشان اقدر اعيش. كانت تجربه صعبه ومرعبه ليا. يويو وسيليكا اتاثروا وحسوا انه اتعذب قوي وهو طفل، لكن لويد شاف ان ده كان تدريب عادي وما فيهوش حاجه، وقال انا بس كنت وقتها لسه مبتدئ، لكن التدريب ده هو اللي خلاني بالشكل ده النهارده. المعلم بتاعي كان دايما بيزعلي وانا بتدرب، بس دلوقتي لما بفكر يمكن كان عنده حق. يويو اعترضت وقالت لا اللي انت مريت بيه ده مش طبيعي ولا تدريب عادي، ده كان قاسي وغير انساني خالص. سيلكا وافقت وقالت له ان نظام تدريبه عمره ما كان طبيعي خالص. اول ما لويد سمع الكلام ده افتكر انهم قصدهم ان تدريبه اصلا ما كانش كويس ولا حتى في المستوى المطلوب. فجاه حس بفراغ جواه واقتنع انه ما كانش بيتدرب كفايه وهو صغير. سيليكا ويوي حاولوا يشرحوا له انه فاهم غلط، بس هو كان خلاص سرح في دماغه وقرر انه لازم يتدرب اكتر واكتر ويتعهد انه هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يدعمهم. هم شايفينه واخد الموضوع في اتجاه تاني بس سابوه، قالوا مفيش لازمه نشرح له. بعدها على طول قرروا يكملوا رحلتهم، وقبل ما يمشوا لويد رفع عصاته واستخدم سحر الاستكشاف علشان يشوف لو في اعداء قريبين. ما كانش في اي حد حوالين المكان، فمشيوا من غير ما يقابلهم اي عوائق. وهم ماشيين لاحظوا قد ايه سحر التعزيز اللي بيخلي سرعتهم اكبر مدهش. كانوا بيجروا اسرع من الطبيعي بكذا مره ومش حتى عرقانين. بس فجاه لويد وقف مره واحده من غير انذار، فالكل اتخبط فيه ووقعوا على الارض. سالوه هو ليه وقف كده فجاه، رد عليهم وقال انه حاسس بحاجه من خلال سحر الاستكشاف، مش عارف بالظبط ايه هي بس عنده احساس وحش بيها. الاحساس ده خلاه ياخد قرار مفاجئ، وقال للباقي يكملوا طريقهم لاشتار وهو يلحق بيهم بعد ما يتاكد بنفسه ان مفيش حاجه بتتبعهم. يوي رفضت الفكره وقالت له مفيش حاجه اسمها نسيبك، كلنا هنروح سوا ونشوف في ايه. بس لويد فضل مصر انه يروح لوحده. يوي فكرته انه مش اقوى واحد في قتال الوحوش، وكمان هو مش عارف ايه اللي مستخبي، فالافضل انهم يروحوا كلهم مع بعض. لويد استسلم وفهم انه مش هيقدر يغير رايها، فوافق انهم يجوا معاه. في مكان تاني بعيد كان فيه 4 اشخاص لابسين عبايات سودا ماسكين ايدين بعض حوالين كره خضراء بتنور، شكلهم كانهم بيعملوا طقس غريب او تعويذه شريره. في نفس الوقت لويد تتبع الاضطراب اللي حاسس بيه لحد ما وصلوا لبيت قديم مهجور جوه الغابه. اول ما وصلوا بقى متاكد ان في شياطين جوه، الاحساس عنده كان واضح جدا. اول ما يوي سمعت الكلمه سالت على طول هم دول بتوع الماجيك ري. الماجيك ري دي معروفه انها دوله الشياطين، ورغم انهم ساكتين بقى لهم فتره طويله بس المغامرين دايما لازم يكونوا حذرين لو حاولوا يرجعوا يسيطروا على القاره. لويد فضل يفكر وقال ان في قانون بيمنع دخول اي شياطين ل3 من اكبر الدول في القاره. كروس والباقي ما تاثروش بالكلام ده عشان دي معلومات معروفه لاي حد. لويد بقى ما عندوش اي ذكريات عن غزو الشياطين اللي حصل وهو صغير، لانه وقتها كان خلاص الحرب خلصت وسيده اخده ورباه. بس اللي شاغل دماغه دلوقتي ان وجود الشياطين هنا معناه ان الوضع بقى خطير جدا. كروس اقترح يبلغوا الفرسان اول ما يوصلوا اشتار، بس لويد حب الاول يجمع شويه معلومات اكتر قبل ما يعملوا كده. هو عارف ان ده خطر بس مش قادر يتجاهل احساسه ان في نفس طاقه الماجستون عند الشياطين دول. ده غاس على طول قال يبقى كده في علاقه بين الشياطين وبين اللي كان ورا هجوم الوحوش على المزرعه، ولو الشياطين ناويين يهجموا على اشتار يبقى الموضوع يستاهل المخاطره. الكل وافق انهم يستكشفوا الكوخ اللي مليان شياطين. قربوا من البيت وبصوا جواه بس اتفاجئوا ان مفيش حد. لويد استخدم سحر الاستكشاف تاني وبعد شويه حس انهم موجودين تحت الارض. ده غاس قال اكيد في مدخل سري حوالين هنا، لكن لويد رد وقال مفيش داعي ندور، سيليكا تقدر تستخدم سحر الارض. لويد عزز الكل بسحره وسيليكا استخدمت تقنيه الرمل بتاعتها وفتحت
فتحت فتحه كبيره في الارض. هناك لقوا الاربعه المقنعين اللي لابسين اسود بيعملوا الطقس الغريب. يوي هجمت بسرعه وحطت سيف على رقابهم وسالت انتوا مين وبتعملوا ايه هنا؟ واحد منهم حاول يزوغ واستخدم سحر يرمي بيه صخور على يوي، لكنها صدتهم بسهوله على طول. كروس هوتلك سهامه اصابت الهدف بدقه. سيليكا استعملت الرمل تاني وخلت الارض تنهار تحتهم. الشياطين حاولوا يهربوا بس واحد قدر يفلت، الباقي وقعوا في ايد لويد وفريقه. بس ما كانش في وقت يفرحوا لان واحد هرب ولسه طليق. الشيطان اللي هرب دخل اوضه فيها بنت محبوسه، عمل تعويذه ولفها في شرناقه ورفعها في الهواء. يوي والباقي لحقوه بسرعه وبداوا يجروا وراه. يوي طلعت تجري فوق السلالم ولويد قال لها تاخد الطريق التاني علشان تقطع عليه. الشيطان كان بيجري وهو شايل البنت في الشرناقه ولويد حاسس بطاقه سحر قويه جدا خارجه منها. الكل بدا يحيط بالشيطان علشان يمنعوه يهرب. لويد قال له بهدوء استسلم احسن، انا عندي شويه اسئله ليك. بس الشيطان كان واضح انه مش ناوي يستسلم وكان مستعد يقاتل لاخر نفس. في اخر محاوله ليه الشرير استخدم السحر بتاعه ورمى عليهم هجوم بالبرق، بس لويد اتحرك بسرعه وحط حاجه السحر حمى الكل. السحر رجع عليه وضربه هو بنفس البرق بتاعه لحد ما اتصعد ووقع مغمى عليه. بعدها نزلوا الشرنقه وفتحوها ولويد اول ما بص على البنت اللي جوه عرف على طول انها من البيست فولك. بعد حوالي نص ساعه خدوها جوه البيت وحطوها على السرير. المشكله انهم ما قدروش يطلعوا باي معلومه من الشياطين، وده معناه ان البنت دي هي المصدر الوحيد اللي معاه تفاصيل اللي حصل فعلا. بس وهي في الحاله الصحيه الصعبه دي كانوا شاكين انها مش هتقدر تتكلم، فلويد استخدم سحر العلاج بتاعه عليها. والباقي واقفين بيتفرجوا مذهولين قد ايه سحر العلاج عنده خارق، لدرجه انه قدر يعالج سيلفا من تحول الحجر السحر اللي بيحصل، ودي حاجه شبه مستحيله. لويد قال انه يعدل شويه في التعويذه. يواي اتصدمت لان معظم المغامرين مش قادرين اصلا يعملوا كده. سيلك علقت وقالت ان اللي يقدر يطور السحر ده شيء عظيم، بس المدهش ان لويد نفسه اتفاجئ معاهم لان معلمته زمان كانت دايما بتجبره يطور التعويذ بتاعتها. بعدها على طول البنت صحيت. يوي اتحمست قوي وقعدت تسالها عن اسمها، وبعد ما هديت شويه ردت وقالت ليوي ان اسمها كلير. يوي سالتها ليه كانت محجوزه عند الشياطين، بس كان واضح ان كلير متوتره جدا وما ردتش خالص. فلويد اتكلم وقال لها انهم مغامرين وبدا يحكي لها انهم خدوا مهمه لحمايه مزرعه من وحوش، لكن وهو في الطريق حس بمنى خاصه بالبيست فولك، وكان سامع اشاعات ان في ناس عندهم قدره يستخدموا السحر علشان يتحكموا في الوحوش. ولما قرب منها سالها لو عندها القدره دي. كلير بهدوء اكدت ان عندها القدره فعلا. في نفس الوقت فرقه الفرسان كانوا ماشيين في دوريه عاديه في الغابه، فجاه لقوا حجر سحري ضخم. واحد منهم لمس الحجر وفي اللحظه دي اتجمع حواليهم ذئاب عينيها حمراء. فرسان اتصدموا وجريوا بحياتهم وهم متطردين من الذئاب. بنرجع للبيت. لويد عرف ان الشياطين كانوا ساجنين كلير ومقيدينها بالسلاسل واجبروها تستخدم قوتها علشان تتحكم في الوحوش. اول ما سمع كده بقت كل حاجه منطقيه. الشياطين خطفوها علشان يضيفوا الوحوش لجيشهم، وبما ان اشتار دلوقتي تحت هجوم الماجيك راي لو سيطروا على المدينه هيكون غزو القاره اسهل بكتير. دلوقتي في احتمال كبير ان اشتار تكون اتدمرت بالفعل، فلويد اقترح انهم يرجعوا بسرعه للمدينه. ادى لكلير تعزيز سحري يخلي سرعتها زي الباقي علشان كلهم يقدروا يتحركوا بنفس الوتيره. وصلوا عند معلم بارز ووقفوا يستريحوا ويشربوا ميه. في اللحظه دي لويد استخدم سحر التتبع تاني. المره دي حس بجيش ضخم من الوحوش متجه ناحيه اشتار، لكن المصيبه الاكبر ان في جيش بشري ضخم ماشي وراهم. الكل بص على لويد وسالوه يعملوا ايه. فكر لحظه وقال لكلير انه محتاج يستخدم قوتها، وقال للباقي يجروا بسرعه ويحضروا المدينه ويجهزوها للمعركه. قبل ما يسيبهم ضربهم بتعويذه تعزيز تانية رجعت صحتهم ونشاطهم 100%، وبعدها اتقسموا الفريقين، كل فريق رايح في اتجاه مختلف والكل في امل انهم يقدروا ينقذوا اشتار. بنرجع بقى للمدينه. ألان قاعد جوه مكتبه متنرفز جدا، مسك اوراق التقديم للمغامرين الجدد ومسحها من فوق المكتب بعصبيه. هو شايف ان كل المتقدمين ضعاف ومش صالحين ينضموا لفريقه. هو عايز ماجي سبورت يعني ساحر داعم، لكن في نظره كلهم اوحش حتى من لويد وقت ما كان معاهم. البنات حاولوا يفهموه ان دول افضل المتقدمين اللي في المنطقه، بس ألان رافض يقبل حد ما يقدرش حتى يستخدم سحر التخزين. لينا قالت انها كانت شايفه لويد مميز اصلا، لكن ألان شايف ولا حاجه مجرد زباله. بدا يفكر اذا كان من الحكمه يكملوا من غير ساحر داعم. وفجاه حد خبط على الباب. واحد من الفرسان دخل وبلغوا ان في جيش من الوحوش متجه ناحيه اشتار. الدوريات اللي في الغابه شافوا اكتر من 10,000 وحش. ألان اتصدم واتسمر مكانه. الفارس قال انهم شغالين دلوقتي على تجهيز خطوط الدفاع وجايين يطلبوا من ألان وفريقه المساعده.
ألان وافق فورا من غير تردد. ده خلى الفارس يطمن ويحس بأمل كبير، وبعدها خرج يبلغ باقي زملائه الخبر الكويس. أصحاب ألان في الفريق بدأوا يسألوه هو ازاي وافق يساعدهم بسرعة كده. ألان بيرد وهو مبتسم بسخرية وبيقول لهم إن الطلب ده جاي له مباشرة من الملك، يعني مفيش أي مجال إنه يرفضه. غير كده هو شايف إن دي فرصة حلوة علشان يبين قد إيه هو قوي. لينا سمعت الكلام ده وما كانش عاجبها خالص، حاسة إن ألان بيتعامل مع الموضوع علشان يلمع نفسه مش أكتر. في الغابة جنب مدينة إشتار، لويد وكلير واقفين على حافة منحدر وباصين لتحت على وحوش كتير ماشيين زي السيل. لويد كان متوقع إن العدد يكون كبير، والمجموعة اللي شايفينها دي قد نفس عدد الوحوش اللي رايحة على مدينة إشتار. لويد حاسس إن المدينة مستحيل تقدر تصمد لو الوحوش دي انضمت للهجوم الكبير، وهنا بدأ يفكر يمكن فكرة إنهم يقسموا الفريق نصين كانت صح. لويد بيقول إنهم لازم يلاقوا طريقة يوقفوا المجموعة دي بأي شكل، بس كلير قلبها وجعها علشان عارفة إن الوحوش دي مش بتتصرف من نفسها، دول متحكم فيهم بقوة شيطانية هي كمان ليها يد فيها. سالت لويد ما ينفعش نوقف الوحوش من غير ما نأذيهم. لويد فهم إنها فعلا بتحس بالذنب وبتعز الوحوش دي، فقال إنه هيفكر في طريقة يحررهم من غير ما يسبب ضرر كبير، وهو أصلا شاف إن الحلول اللي من غير دم وقتل تبقى أحسن. بعدها اقترح على كلير تستخدم السحر بتاعها وترجع الوحوش دي لبيوتها بالهدوء، لكن كلير قلقت وقالت عددهم ضخم، مش متأكدة إذا كنت هقدر أعملها. فلويد عرض عليها إنه يعزز المنى بتاعتها ويقوي تعويذتها، وسألها كده تقدري؟ كلير قالت هجرب، وقفت لقدام وبدأت تلقي التعويذة. جسمها كله بدأ ينور بأورا خضرة قوية، لكن فجأة السحر اتصد قدامها، وهنا استوعبت إن في حاجة جوه الغابة هي السبب وبتعمل تشويش على سحرها. في نفس الوقت في نقابة المغامرين، ألين وفريقه قاعدين بيدوروا على ساحر دعم ينضم ليهم، لكن للأسف كل المغامرين اللي رتبتهم عالية مش موجودين، وكل اللي في النقابة ناس تصنيفهم بيئة أو أقل. ألان شاف إن مفيش حد فيهم يستاهل يكون معاه، وبدأ يهينهم ويقول عليهم شلة نكرة وطرطور. المغامرين اتنرفزوا وكانوا يهجموا عليه، بس رئيس النقابة اتدخل وقال لهم يهدوا. وبعد ما الجو هدي، ألان قرر يشرح خطته لمواجهة وحوش الهورد. أول حاجة السحرة يضربوا أقوى تعاويذ عندهم علشان يقتلوا على الأقل 10 وحوش في الضربة. بعدها هو المحاربين يدخلوا يتعاركوا مع الوحوش وجها لوجه علشان يدوا فرصة للسحرة يستعيدوا طاقتهم، ولما السحرة يجهزوا تاني يضربوا هجمة جديدة، وهكذا لحد ما يخلصوا على كل الوحوش. لكن السحرة الموجودين حسوا بالخوف وقالوا انهم مش قادرين يعملوا السحر بالقوة دي اصلا. مايا كمان اتكلمت وقالت انا حتى قوتي قلت الفترة الاخيرة، مش متأكدة اقدر اعمل تعويذات قوية زي دي. ألان اتصدم وقال ازاي ساكتة على حاجة زي دي، بس مايا قالت الموضوع مش عندي لوحدي، حتى لولو وشينا ولينا كلنا حاسين ان قوتنا قلت بعد ما لويد ساب الفريق. الكلام ده ولع دم ألان، حس انهم بيضحكوا عليه ومخبيين الحقيقة، بس لينا ردت وقالت له اللوم عليك انت اللي بقيت متكبر ومش بتمرن نفسك زي زمان. المغامرين اتصدموا لما عرفوا ان البطل العظيم ألان بقاله فترة مش بيتدرب. ألان اتعصب قوي مش قادر يتحمل الكلام، وضرب ايده بلاكما في اتجاه لينا، لكنها بكل سهولة مسكتها بايدها، واتصدم وقال ازاي بقت قوية كده. الحرك كثر كبرياء فجري بره النقابة وبيزعق وبيقولوا استنوا اللي هيحصل بعد كده وما تلمونيش. اعضاء فريقه كلهم جريوا وراه علشان يلحقوه. المغامرين اللي في النقابة كانوا مصدومين اول مرة يشوفوا ألان على حقيقته، طلع مختلف تماما عن سمعته. بقوا شايفين ان الحل الوحيد هو الهروب من قدام هجوم الوحوش، لكن لينا وقفت وقالت لهم امسكوا اعصابكم، انا قررت اسيب فريق ألان، انا حاسه ان فرصتي اكبر لو حاربت معاكم. المغامرين كانوا عارفين قوتها وما اعترضوش، بس قبل ما يتحركوا للمعركه لينا سالتهم شفت ولد اسمه لويد هنا؟ وفي اعماق الغابه لويد وكلير مستخبيين وسط الشجيرات، وهناك شافوا حجر سحري عملاق محمي بوحوش ذئاب. كلير خمنت ان الحجر ده مشبع بطاقه شريره، وده السبب في التشويش على سحرها. افترضت كمان ان في اكتر من حجر زي ده في الغابه ولازم يتخلصوا منهم كلهم، والا عمرها ما هتقدر تتحكم في الوحوش. لويد لما سمع كده قال ان الخطوه دلوقتي هي انهم يحددوا اماكن باقي الاحجار. كلير تقدر تحس بيهم لو كانوا قريب، لكن على مسافات بعيده صعب. فلويد طلع عصا سحريه ويستخدمها كمان عشان يوسع حواس كلير ويخليها تقدر تتتبع الاحجار من مسافات بعيده، وكمان عمل تعويذه اخفاء عليهم هما الاثنين علشان يقدروا يقربوا من الاحجار من غير ما الوحوش تاخد بالها. السحر اتكسر بقوه جامده، فلويد حذر كلير تخلي بالها زي ما كانوا مخططين بالظبط. قدروا يعدوا من جنب الذئاب من غير ما يتشافوا ويعطلوا حجر السحر، وبمجرد ما تعطل الذئاب ما بقوش تحت سيطره حد، فبقوا يمشوا بعيد عن بعض كأن مفيش حاجه. وفي الوقت ده جيش اشتار كان واقف مستعد عند
بوابات القلعه منتظر هجوم الوحوش، بس رئيس النقابه كان عارف ان حتى مع الجيش الكبير ده حياتهم كلها معتمده على شخص واحد بس، لويد. في نقابه المغامرين الصبح بدري لينا كانت بتشرح للمغامرين التانيين ان لويد هو السبب الحقيقي ورا نجاح فرقه ألان البطوليه، مع انه كان مجرد وايت ماج. اول ما المغامرين سمعوا كده استغربوا وسالوا طب ليه طردتوه من الفرقه لو كان هو السبب في نجاحكم؟ لينا فسرت وقالت انهم كلهم حتى هي اتغروا في قوتهم وما خدوش بالهم من ان نجاحهم كان كله بفضل دعم سحر لويد. لينا كان عندها امل ان لسه ممكن يقلبوا الموازين بمساعده لويد، فسالتهم مين فيكم يعرف مكانه دلوقتي. رئيس النقابه اللي بيتابع اخبار كل مغامر مسجل عنده قال لهم ان تقاريره بتقول ان لويد دلوقتي في مهمه صيد وحوش مع فرقه رتبه اس، بس المكان بعيد جدا والمشوار نفسه ممكن ياخد ايام. لينا قالت ان لويد يقدر يقلل وقت السفر بدعمه السحري، بس الفكره كلها مش هتنجح الا لو المغامرين عندهم ثقه كامله فيه. فسالتهم انتوا مستعدين تحطوا ثقتكم كلها فيه؟ بعدها في نفس اليوم المغامرين نظموا تشكيلتهم واستنوا الوحوش. الهجمه جت مباشره عليهم، بس فضلوا ثابتين يحاربوا بالامكانيات اللي معاهم. رئيس النقابه كان بيتفرج على المعركه وهو قلقان، وفكر وقال لو قدروا يصمدوا لحد ما لويد والرتبه اس يرجعوا يمكن يبقى في فرصه للنجاه. في الليل جوه الغابه نص الفريق التاني بتاع لويد كان واقف يستريح بعد ساعات جري في طريقهم لاشتار. كانوا مبسوطين انهم قربوا يوصلوا، وكل ده بفضل دعم لويد السحري. كانوا واثقين ان لويد دلوقتي بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان ينقذ اشتار، وقالوا لنفسهم احنا ما ينفعش نتهاون دلوقتي، فقرروا يكملوا الرحله. وفي الناحيه التانيه لويد وكلير كانوا لسه معطلين اخر حجر سحري من غير ما يتكشفوا من الذئاب، بس اللي حصل بعدها قلب الطاوله. الذئاب الضخمه والبنثرات الدمويه بداوا يتخانقوا مع بعض بدل ما يرجعوا الغابه. وسط القتال واحد منهم خبط الحجر بالعافيه وقع على كلير، وده خلى سحر التخفي بتاعها يختفي. الذئاب على طول شافوها ووجهوا هجومها عليها. ساعتها لويد علشان ينقذها لغى سحر التخفي بتاعه وضرب شعله في السماء علشان يجذب الانتباه ناحيته. في المدينه الوضع كان مأساوي، خط الدفاع الاول بتاع المغامرين اتكسر، ودفعه جديده من الوحوش جايه بسرعه مرعبه. ولما كانوا هيصطدموا بيهم فجاه نزل عليهم وابل نار. رئيس النقابه اتبسط جدا وهو شايف ان المغامرين الرتبه اس وصلوا اخيرا. وفي نفس الوقت لويد لسه واقف ضد الذئاب بفضل سحر تعزيز الجسم، كان قادر يتهرب من هجماتهم بسهوله، بس هو عارف ان جسمه مش هيستحمل كتير. كلير كانت بتبص على اسلوب قتاله ولاحظت انه مش بيهاجم خالص بس بيمشي على المراوغه. فهمت انه عامل كده علشان هي قالت له قبل كده انها مش عايزه تاذي الوحوش وهو بيحترم رغبتها. لكن خلاص لويد وصل لحد وكان هيتاكل من الذئاب لحد ما سمع صوت غنى كلير الجميل. الذئاب وقفوا هجومهم فجاه وركزوا على صوتها، وبعد ما خلصت الغنى مشوا كأن مفيش حاجه حصلت. لويد جري عليها وسالها ايه اللي حصل دلوقتي. كلير شرحت له ان صوتها مش بيتحكم في الوحوش بشكل مباشر، هو بس بيوصل لهم افكارها. وفي اشتر حتى مع وجود الرتبه اس الوحوش كانوا كاسحينهم لدرجه ان المغامرين استسلموا خلاص. رئيس النقابه كان فوق بيتفرج وقال دي النهايه، لكن فجاه صوت غنى كلير اتسمع تاني، بس المره دي كان مسموع في كل مكان، وده كله بفضل دعم اللويد السحري اللي ساعدها تنشر صوتها لمسافات بعيده. وبعد شويه الوحوش بطلوا الهجوم ورجعوا يمشوا بعيد. المغامرين رفعوا راسهم وبصوا لفوق ناحيه الجرف، وهناك لقوا لويد وكلير هم السبب. لويد كان منبهر من قدره كلير على التواصل مع الوحوش وقال لها ده مذهل، لكن هي ردت وقالت لولا دعمك ما كنتش قدرت اوصل لصوتي لبعيد. بس لسه المعركه ما خلصتش. لويد لمح قطيع من الجلمز الصخريه جايين ناحيه المدينه، وفي نفس اللحظه ميشيل كان قاعد في مكتبه مبسوط وبيشرب نبيذ مقتنع ان اشتار خلاص وقعت تحت 30,000 وحش. فجاه خادم دخل يبلغ عن الوضع. ميشيل ضحك وقال اكيد الوحوش دخلوا اشتار خلاص، لكن الصدمه كانت ان الخادم قال له ان الوحوش اتوقفت وبدات تتراجع. ميشيل اتصدم وقام واقف مش قادر يصدق. وفي الميدان لويد وكلير لاحظوا ان شويه جولمز لسه موجودين لانهم ما سمعوش غنى كلير. لويد رفع عصاه وقوى قدراتهم البدنيه وجريوا بسرعتهم وسط الجولمز، لكن فجاه جولم ضرب ضربه قويه جدا ولويد بالكاد لحق يتفاداها. ساعتها فهم ان الجولمز نفسهم معززين بالسحر. هم كملوا يجروا لكن قدامهم حفره ضخمه، وقبل ما يوصلوا ليها لويد مسك كلير من وسطها ونط بيها للناحيه الثانيه بكل سلاسه. الناس اللي كانوا بيتفرجوا اتصدموا وقالوا ده هو لويد الحقيقي اللي بيتكلموا عنه. بعد ما هبطوا بسلام فرقه يوي فرحوا جدا انهم رجعوا سالمين. اعترفوا ان السبب في انسحاب الوحوش كان غنى كلير، لكن لويد قال لهم لسه بدري على الاحتفال، الجولمز لسه خطر. وفجاه وقع على الارض من شده التعب. اصحابه جري عليه بسرعه وفهم انه استنزف جسمه من كتر استخدام دعم السحر. لسه لويد بالعافيه بيقف على رجليه بيشد نفسه تاني كده وبيقول انه تمام ومفيش داعي يقلقوا عليه، المهم ان كل واحد يركز في المعارك اللي لسه قدامهم. في اللحظه دي الماستر بتاع النقابه ومعاه شويه فرسان بيقربوا ناحيته، ولويد بياخد قرار انه يسيب كلير في رعايتهم لحد ما الدنيا تهدى. الماستر يومال بعينه وبيهز دماغه موافق وبيقول له ما تقلقش الفرسان هيحموا البنت كويس. ساعتها لويد بيلف على كلير وبيشكرها من قلبه، بيقول له لولاكي احنا ما كناش وصلنا لحد هنا اصلا. بس كلير بتبتسم وبترد عليه
عليه وبتقول له انت برضه من غير تواضع، انت كمان انقذتني وقت ما كنت محتاجه اكتر، وبتسيبه وتروح. الماستر بيبص للويد وبيقول له انا مبسوط انك وصلت في الوقت المناسب، دلوقتي انت الامل الاخير لمدينه اشتار. الكلمه دي بتقع على ودان لويد زي الصاعقه، بيبص حواليه باستغراب، ازاي يعني انا اخر امل؟ بتدخل لينا الكلام وبتشرح له، بتقول له الامل الاخير لان الان ما شاركش في المعركه خالص. لويد بيتصدم وبيزعق وبيقول ايه ازاي؟ لينا بتحكي له ان الان ساب كل حاجه ورجع لورا بعد ما اتخانق مع شويه مغامرين في النقابه وقرر يهرب ويسيب الكل. هنا وش لويد بيحمر من الغضب وبيقول اللي كان طول الوقت بيصدعنا انه بطل وشجاع بيهرب اول ما المدينه محتاجاه، حاطط ارواح الناس كلها في خطر. لينا بتعض على شفايفها وبتقول الواد ده نصاب مش اكتر. بس هي وبتقول الكلمه دي بتحس بألم شديد وتمسك دراعها اللي فيه جرح من الطعنه القديمه والدم نازل منها. لويد بيلاحظ فورا وبيقول لها استني مكانك ما تتحركيش، وبيرفع ايده وبيبدا يطلع سحر الدحم بتاعه ويعالجها في لحظه. الماستر بيتفرج عليه ومبهور جدا، اللي كان استعمال السحر المتكرر بيهد لويد جامد لدرجه انه بيقع وبيغمى عليه تاني. المره دي لينا بتلحقه بسرعه قبل ما يقع على الارض، وبعد شويه بيفوق ويقوم تاني. لينا بتبص له بصدق وبتقول انا عمري ما كنت واخده بالي انك انت اللي ماسك الفريق كله، كنت العمود الفقري لينا واحنا مش شايفين، حتى لما طردوك من الفريق انا ما اعترضتش ولا قلت لا، سامحني يا لويد. لكن لويد بيهز راسه وبيقول لها لا دي مش غلطتك، انا اللي ما كنتش قوي عشان كده طردوني. فجاه اصوات تقيله تتسمع وقطيع من الجلم بيتقدم عليهم. الفرسان بيشوفوا انه عددهم قليل فبيقولوا دي فرصتنا نهاجم وبيجروا على طول. بس لويد بيصرخ وبيقول استنوا دول مش جلم عاديين. الفرسان ما بيسمعوش وبيهجموا، اول ما سيوفهم بتلمس الجلم السيوف نفسها بتتكسر والجلم بيرد بضربه ساحقه بتوقع فارس على الارض. السحرة بيدخلوا بسرعه وبيطلقوا تعاويذ بعيده بس برضه مفيش فايده، سحرهم ملوش اي تاثير. صفوف المقاتلين بتتفكك وكلهم بدأوا يتوتروا، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنا لويد بياخد خطوه قدامه وبيقول انا هعمل تعويذ التقويه على الكل بيتجمد مكانه. عدد الناس على ساحه القتال مهول، زي يقدر يعمل سحر دعم ليهم كلهم، ده جسمه ممكن ينهار. بس لويد بيقول باصرار انا بخير، بس هقدر اقوي مجموعه واحده في كل مره. كروس بيبص عليه باعجاب، اللي بيعمله ده مستحيل، ناس كتير ما يعرفوش يقووا حتى فريق صغير. وفعلا لويد بيبدا يرمي تعويذ تقويه على المجموعات واحده ورا الثانيه، وبعد ما بيخلص بيقع على الارض من الارهاق. بس قبل ما يدوخ تماما بيبلغهم بسرعه وبيقول لهم المحاربين في الامام قوتهم البدنيه ضعفت، سحر قدرتهم السحريه عليت، وفريقنا كمان واخد تعزيز خاص. بس اسمعوا التعزيز ده مش هيطول، لازم تخلصوا بسرعه. الجلم بيقرب ويوي بتطلع فوق برج المراقبه وتصرخ للجنود وبتقول لهم اسمعوني. لويد عمل تعويذ مذهله على الكل، دلوقتي عندنا فرصه حقيقيه نكسب حتى لو المعركه مش في صالحنا. الجنود لسه مترددين، الخوف مالي وشوشهم. فجاه واحد من الفرسان بيسيب حذره والجلم كان هيهرسه، لكن لينا بتجري وتستعمل دراعها وتصد الضرب، ويوي بتنط من فوق وتقطع الجلم نصين بضربه واحده. لينا بتصرخ وبتقول شايفين ده كله بقوه دعم لويد، لو اتحدنا سوا هنقدر نهزمهم. الجنود بيبتدوا يحسوا فعلا بخفه في اجسامهم وسرعه غير عاديه، بيفهموا ان لويد ده هو اللي اداهم القوه دي. يوي بتذكرهم وبتقول لو عايزين اللي عمله لويد يكون له معنى لازم نكسب. الكلام بيولع النار في قلوبهم وبيهتفوا بصوت واحد وبيقولوا لويد بيدي اوامر سريعه وبيقول كروس روح ساعد وحده السحر، ده جاس احمي سيليكا في المقدمه. بعد ما بيوزعهم جسمه بيتهالك تاني، لكن فارس بيسنده قبل ما يقع. الماستر بيقول له خد نفسك شويه، عملت اللي محدش يقدر يعمله. المعركه بتشتعل، الجنوب بيضربوا اقوى ضربات، ومع التعزيز السحري الضربات بتبقى مدمره فعلا. لويد من فوق بيتابع ويشجعهم وبيقول لهم اضغطوا اكتر، النصر بقى قريب. واحده ورا الثانيه الجلم بيقعوا لحد ما فضلش غير واحد بس واقف. يوي بتضحك وبتقول الباقي هيكون سهل. فارس بيطلع يجرب يدي الضربه الاخيره بس سيفه بيتكسر والجلم بيرد وبيدوسوا على الارض من بعيد. لويد بيفهم وبيقول يا نهار ابيض التعزيز خلص. الجنود بيتخضوا وبيجروا في كل اتجاه، الخوف بيسيطر وبيقول ما فضلش غير فريق لويد واقف قدام الجلم. الجلم كان هيضرب يوي مباشره، لكن دجاس بسرعه بيطلع كل طاقته السحريه الباقيه وبيحميها بدرعه. لويد وهو على اخر نفسه بيقرر يدي تعويذه اخيره، بس المره دي بيقدر يقوي الاسلحه بس مش الاجسام. يوي بتبص لسيفها وبتلاقيه منور بتعويذه سحريه، بتفهم انها اخر فرصه. بتصرخ لينا ودجاس وبتقول ساعدوني. بيمسكوا يوي ويزقوها لفوق. يوي بتنط بكل قوتها والسيف بيتلألأ بضوء رهيب وبتضرب الجلم ضربه واحده قاطعه. الجلم بيتفجر وبيتفتت بالكامل. الجنود بيصرخوا من الفرح وبيقولوا النصر المدينه اتنقذت. لويد من فوق بيصفر تنهيده طويله واخيرا بيسمح لنفسه يدوخ ويقع في سلام في الجبل البعيد. والواقف بيتفرج وبيقول في نفسه الواد ده بيزدهر هنا اكتر من لما كان مع فريق الابطال. في نفس اليوم جري يقتحم مكتب ميشيل علشان يبلغها ان خطتهم فشلت، لكن اول ما بيدخل بيتفاجئ انها مش موجوده. ساعتها بيستوعب انه اتنصب عليه، غضب بيولع فيه وبيكسر المكتب كله وبيقسم
ويقسم انه هيقتل اي حد يقف في طريقه. بعد يوم كامل لويد بيفتح عينه وهو في اوضه دافيه في خان صغير. يوي بتدخل مبتسمه بفرحه كبيره. الحمد لله انك فقت اخيرا، انت نمت يوم كامل. لويد وقف كده وحاسس بالذنب واعتذر وهو بيقول ان السبب كله انه مش قوي كفايه. يوي بصيت له وقالت له انت دايما بتقلل من نفسك يا لويد، وعلشان ترفع من روحه المعنويه وتديله ثقه اخدته بره علشان يقابل اهل اشتار اللي كانوا قاعدين مستنيينه يصحى. اول ما شافوه بداوا يهتفوا ويشجعوه بصوت عالي جدا وسموه بطل اشتار. يوي ضحكت وقالت في سرها اكيد كده هياخد الدفعه اللي محتاجها، بس العكس اللي حصل. لويد قفل الباب بسرعه وقال لا دول ناس كتير قوي. يوي فتحت الباب تاني وقالت له طب على الاقل سلم عليهم يا راجل، لكنه فجاه رمى نفسه من الشباك وهرب يجري في الزقاق علشان يهرب من الناس. في نفس الوقت عند مكان ميرلين ويل كان جاي يزورها، واول ما قرب من الباب حصل انفجار ضخم. ميرلين خرجت وهي مغطاه بدخان، فويل قال لها بهزار هو ده اسلوبك في الترحيب بالضيوف ولا ايه؟ ولما دخل لقى ثور وليلي قاعدين على الترابيزه فسلم عليهم بابتسامه. والمعروف انه كيميائي كبير بس مؤخرا بطل يعمل جرعات. ليلي سالته ليه؟ فقال لها مؤقتا وقفت شغل الجرعات علشان اركز على جمع المعلومات. ميرلين سالته عن لويد فقال لها هو اترفض من فريق الابطال. ميرلين اتصدمت وقالت ايه؟ بس ويل طمنها وقال ما تقلقيش دلوقتي انضم الفريق مغامرين رتبتهم اس. اللي قاعدين اتصدموا اكتر لانهم ما كانوش متخيلين لويد يوصل للمستوى ده. في الناحيه الثانيه لويد كان واقف على بلكونه وبص لتحت على الناس الكتير مستنيينه، كان متوتر جدا. فجاه باقي اعضاء فريقه وصلوا عنده، سالهم هو ليه كل الناس دي بتجري ورايا؟ كروس رد وقال له اهدى يا راجل، الناس دي مش عايزه غير تشكرك على انك انقذتهم. بس لويد اصر وقال انا ما عملتش حاجه غير اني ساعدت شويه من اللي كانوا في الخطوط الاماميه. يوي اتنرفزت وقالت له كفايه بقى، انت طول الوقت بتقلل من نفسك. ده غاز بص له وقال له بمنتهى الصراحه انت بتحط معايير مستحيله على نفسك وبتعذب قلبك. ولينا اتقدمت خطوه وقالت له بجديه لازم تبدا تثق في قدراتك اكتر من كده. القصه رجعت تاني عند ويل واللي كان بيكلم صحابه، قال لهم مشكله لويد انه بريء وامين زياده عن اللزوم ومش شايف قدراته الحقيقيه. ميرلين وشها اتغير وقالت بقلق مش عايز اشوفه يكرر نفس الغلطه اللي انا وقعت فيها زمان. رجعنا تاني للويد اللي نزل علشان يقابل المواطنين. اول ما شافوه بداوا يهتفوا باسمه ويشيدوا بيه. هو حاول يشرح ويقول اللي يستحقوا التقدير هم الفرسان اللي كانوا في المقدمه مش انا، لكن واحد من الفرسان اتقدم وقال احنا ما كناش هنقدر نقاتل من غير تعويذاتك اللي بتقوينا. الناس وافقت وبداوا يهتفوا بطلنا لويد. لويد كان مرتبك ومش قادر يصدق اللي بيحصل، بس دغاس قال له اهدى واستمتع باللي الناس بتعمله. بعد تفكير بسيط لويد ابتسم وبدا يتقبل المدح. في الناحيه الثانيه ألان لما سمع ان لويد بقى بطل اتجنن. اعضاء فريقه عرفوا ان الموضوع خطير وقالوا لو الوضع استمر كده ممكن يسحبوا مننا لقب الابطال الرسمي. ألان اتنرفز وقال ليه مش ناطقكم، احنا هنسيب المدينه فورا، مش هقعد في مكان بيحتفلوا فيه بلويد كبطل. وفي الجهه الثانيه ويل واصحابه كانوا قاعدين مع بعض. ثور ضحك وقال انت ما جمعتناش هنا بس علشان نشرب صح؟ اكيد في سبب. ويل ابتسم وقال صح، السبب الحقيقي تكريم سابل. وبدا يوضح ان عرق الشياطين بيتحكموا في الوحوش علشان يغزوا اشتار، وانهم كانوا بيستغلوا سحر الأورك علشان يعملوا ده. بس الغريب انهم اختاروا يهاجموا دلوقتي بعنف. ويل بدا يشك ان ملك الشياطين رجع. ميرلين وقفت من مكانها وقالت بصدمه ازاي ملك الشياطين اتدمر من زمان. ثور قال لها اهدي يا ميرلين الهلع مش هيحل حاجه. واتفقوا كلهم انهم لازم يعملوا المستحيل علشان يحموا المستقبل. تاني يوم لويد وفريقه اتدعوا سيد اشتار نفسه علشان يناقشوا موضوع حمايه المدينه. وهم قاعدين بره كانوا متوترين جدا وبيسالوا بعض يا ترى هيكون عامل ازاي. وفجاه جه واحد شكله خدام وقال لهم اتفضلوا معايا. لما دخلوا اتفاجئوا ان كلير موجوده سالوها انت كمان ادعيتي، لكن الراجل قال دي ضيفه شرف عندي. وبعدها عرف نفسه وقال انا لورد ابل لوكاس الحاكم الحقيقي الاشتار. كل اتصدم بسرعه اعتذروا لانهم كانوا فاكرينه مجرد خادم او بستاني. ابل ضحك وقال ما تستغربوش، سمعتوا اني بحكم من زمان صح؟ كنتوا فاكريني عجوز، انا فعلا كبير بس بستخدم سحر يخلي شكلي شاب. وبعد ما قعدوا ابل كشف سر ضخم وقال كلير في الحقيقه الاميره الثانيه لامبراطوريه الغابه. الكل اتصدم جامد، عمرهم ما توقعوا انها شخصيه مهمه كده. ابل كمل وقال قدرتها النادره على التحكم في الوحوش حاجه خطيره جدا، عشان كده لازم نحميها من الشياطين. الامبراطوريه بتدور عليها من زمان. وبعدها اداهم ظرف مختوم وقال مهمتكم الجديده انكم توصلوا كلير بامان لعاصمه المملكه مدينه سيلز، وهناك هيسلموها لشعبها. الكل اتفاجئ وقال مهمه زي دي عاده بتتعمل بالفرسان مش بالمغامرين. ابل وضح وقال لو بعت فرسان هيلفتوا الانظار وهيعرف الشياطين، المغامرين هيتحركوا بحريه اكتر. وفي الاخر وافقوا، وتاني يوم على طول بدأوا الرحله الطويله. بعد ايام كتير من المشي وقفوا في غابه يرتاحوا. لويد مسك الخريطه وقال مشينا كمان شويه هنلاقي بلده نقدر نرتاح فيها.
كروس اتنهد وقال احنا بقالنا 10 ايام على الطريق ولسه ما وصلناش العاصمه، بس داجاس شرح له انهم متعمدين يختاروا الطريق الطويل ده علشان يتفادوا اي مشاكل ممكن تحصل في السكه. ساعتها يوي بصت على كلير وقالت لها ان البلده الجايه مشهوره بحاجه اسمها الهوت سبرينج. كلير استغربت وقالت ان عمرها ما راحت مكان زي ده قبل كده، فيوي فضلت تهزر معاها وتتكلم كانها عادي. كروس بقى كان واقف بيراقب بهدوء وقال ان يوي واخده الموضوع بهزار زياده عن اللزوم. داجاس بسرعه رد وقال له بلاش تقول كده، يوي بس بتحاول تخلي الجو خفيف علشان كلير ما تحسش بالضغط. لويد اللي كان تايه وسط الكلام سالهم يقصدوا ايه. كروس شرح له وقال له بص يا سيدي، صحيح دي مهمه حراسه، بس لو فضلنا مشدودين ومتوترين طول الوقت كلير هتتعب اكتر، محتاجه حد يضحكها ويخفف الجو شويه. سيليكا دخلت في الكلام وقالت انها سمعت نفس الكلام قبل كده، وان في المملكه بتاعه كلير هي ما كانتش بتخرج خالص، فيوي بتحاول تخليها تعيش شويه وتشوف جمال العالم بره القصر. وبحلول المغرب وصلوا اخيرا للبلد. اول ما دخلوا يوي اتحمست وقالت لهم يلا بينا على هوت سبرينج دلوقتي. وكروس هو شايفها بترقص من الفرح قلبه واقع وقال لنفسه البت دي مش عامله كده علشان كلير بس، شكلها مبسوطه بزياده. بعد نص ساعه تقريبا يوي وسيليكا كانوا خلصوا وخلعوا هدومهم ونزلوا في الحمام الساخن. من وشوشهم كان باين انهم مرتاحين جدا. فجاه يوي لاحظت ان كلير مش معاهم، رجعت تبص لورا لقت كلير قاعده في الركن اللي لافه نفسها بالفوطه وشها محمر من الكسوف. اعترفت لهم بخجل وقالت لهم انا عمري ما استحميت مع حد قبل كده، مش قادره اتعود ان حد يشوفني كده. يوي وسيليكا بصوا لبعض وابتسموا وقالوا لها ان ده طبيعي جدا في الاول، بس اول ما تجرب هتحس براحه وثقه اكتر. يوي مدت ايدها ليها وقالت لها تعالي جربي مره. كلير وقفت لحظه متردده بس في الاخر شجعت نفسها ونزلت معاهم وهي لسه ماسكه الفوطه. وبعد شويه كلير لمت شجعتها وشالت الفوطه. هنا بقى يوي طلعت من الميه وبصت لها وقالت لا انت جميله فعلا، بس كلير نزلت راسها وقالت انا رفيعه قوي ما عنديش زيكم. الكلام ده حرك الغيره عند سيليكا، استغربت وقالت لا بجد. يوي بنفسها اتاكدت وقالت ايوه فعلا. سيليكا اتعصبت وقالت لا بتهكم، انت تخنتي علشان طول الطريق وانت ما بتبطليش تاكلي مقرمشات وسناكس. يوي اتحرجت جدا وحاولت ترد عليها بس فشلت، وده خلى كلير نفسها تضحك. يوي بصت لها وقالت لها انت كمان، بس كلير بسرعه اعتذرت. سيليكا بقى فضلت تضحك وقالت لها سيبيها تضحك يا بنتي، انت فعلا سايبه نفسك. في الناحيه الثانيه من الحمام الرجاله كانوا بيغسلوا ظهر بعض. لويد وهو بيغسل ظهر كروس دماغه سرحت في موضوع مهم جدا. كل ما يقربوا من العاصمه كل ما احتماليه ظهور الشياطين تزيد، وهو متاكد ان لو العدو ناوي يخطف كلير دي اللحظه اللي ممكن يتحركوا فيها. التفكير ده تقيل على قلبه فبدا يحك ظهر كروس بقوه زياده. كروس صرخ وقال له بالراحه يا راجل. بعد الحمام الكل اتجمع قعد في قعده صغيره. لويد اقترح انهم يفضلوا في البلد شويه كمان علشان يجهزوا نفسهم. سيليكا وافقت وقالت فكره حلوه لازم نستعد كويس. يوي سالت باقي الفريق. داجاس رفع ايده وقال انا معاكم، كنت ناوي اجيب درع جديد اصلا. سيليكا كمان قالت انها عايزه تجرب تعويذ جديده. كروس ما عندوش مانع فاتفقوا كلهم يقعدوا شويه. بس مع كل ده لويد لسه قلقان قاعد ساكت وبيفكر في نفسه بيقول لو عايز احمي كلير واقف جنب صحابي لازم ابقى اقوى من كده. تاني يوم داجاس خرج من محل السلاح وهو محبط لانه لسه ما لقاش الدرع المناسب. في اللحظه دي شاف يوي من بعيد بتنادي عليه وهي راجعه مع كلير من فسحه. سالته كنت فين؟ فقال لها بلف على محلات السلاح علشان اجيب درع، بس كله اي كلام. كلير قالت له انها شافت محل في حاره ضيقه شكله قديم قوي وسالته لو راح هناك. بعد الظهر داجاس قرر يروح. اول ما دخل استغرب مفيش ولا زبون. بدا يبص على الدروع واول ما لمسهم حس ان جودتهم عاليه جدا عن اي حاجه شافها. فجاه سمع صوت راجل عجوز متضايق. طلع صاحب المحل. اول ما شاف داجاس افتكره بلطجي. داجاس بسرعه قال له انا جاي اشتري مش هعمل مشاكل. الراجل هدي وقال له بص براحتك وخد اللي يعجبك. وهو لسه بيتفرج دخل شويه مغامرين المحل واول ما شافوا داجاس استغربوا وقالوا له ساخرين انت بتشتري من اوحش محل سلاح في البلد يا خبر، وضحكوا عليه. ساعتها صاحب المحل خرج وشافهم وعرفهم في ثانيه. الراجل صاحب المحل كان متنرفز وبيزعق للعيال اللي دخلوا عليه وبيقول لهم انهم شباب بلطجيه عمالين يضايقوه في شغله وامرهم يخرجوا فورا. الزعيم بتاعهم ابتسم بسخريه وقال له يهدي نفسه وبدا يرمي اللوم عليه. هو بيقول له انه مش من ذنبهم ان المحل بتاعه ما بقاش بيكسب ولا بيبيع. ساعتها داغاس تقدم خطوه وقال لها كده صريحه هو انتم مش شويه مرابين ولا ايه؟ الزعيم رد وهو بيتظاهر انه مش واخد على خاطره وقال له يهدي اللعب شويه وانهم مش زي ما هو فاكر. بعدين بص له وقال لانه بما ان داغاس مش عارف مين رئيسهم يبقى اكيد غريب عن المنطقه. وبدا يتفخر ويقول ان رئيسهم مش اي حد، ده جالاند نفسه المغامر المشهور اللي واخد رتبه ايه. اول ما سمع الاسم ده داغاس فهم ان جالاند معروف جدا في المنطقه
المنطقه دي. استغرب وقال طيب ازاي مغامر بالقوه دي ضيع وقته في شغل تافه زي الترهيب والبلطجه؟ جالاند رد بعصبيه وقال انه هنا علشان صاحب المحل رفض يبيع له قطعه من تراث ليونس. الراجل العجوز صاحب المحل انفجر فيه وقال استحاله ابيعها لواحد زيك، القطعه دي مش هتروح لغير لحد يستاهل قوتها بجد. الكلام ده ولع جالاند فبدا يطرقع صوابعه استعدادا انه يضرب الراجل، بس قبل ما يمد ايده دغاس وقف في وشه ورفع صوته وقال اللي بتعملوه ده مش تصرف مغامرين حقيقيين. الكلمه دي ولعت دم واحد من رجالته فجري على دغاس وضربه ببوكس، بس الضربه كانت ضعيفه جدا بالنسبه له، فدغاس مسك ايده بايد واحده ولفها لورا لحد ما الراجل صرخ من الالم. استدعى دغاس درع السحر بتاع التخزين وضربه بيه للامام. طار الجماعه كلهم بره المحل ووقعوا على الارض. جالاند قام متعصب وبيبص له بغل وقال ازاي واحد زيك برتبه ضعيفه يقدر يغلبنا؟ ساعتها دغاس بكل هدوء طلع بطاقه النقابه بتاعته ووراها لهم وقال مش عشان افتخر ولا حاجه، بس انا في الحقيقه مغامر بالرتبه اس. جالاند اتجمد مكانه مش قادر يصدق اللي سمعه، وصاحب المحل هو كمان اتصدم وقال له ليه ما قلتش من الاول انك رتبه اس؟ دغاس هرش في دماغه وقال بهدوء شايف ان التفاخر بالرتب حاجه بايخه. بعدين قفل باب المحل وساب جالاند ورجالته يجروا نفسهم ويمشوا وهم متوعدين بالانتقام. بعد ما مشيوا صاحب المحل بص لدغاس بجديه وقال له في حاجه مهمه عايز اسلمها ليك. في الوقت ده كان لويد قاعد في الاوضه في النزل وحاطط قدامه دايره سحريه وبيظبط فيها بحر. يوي وكلير دخلوا وشافوه شغال. يوي بصت في الرسمه وسالته انت كنت بتتدرب على السحر البحت؟ لويد هز راسه وقال انه فعلا بيحاول يقوي تعويذات الدعم بتاعته، وقال انه فكر يتعلم تعويذ جديده بس مش عارف يبدا منين. يوي اقترحت عليه انه يجرب يتعلم شويه تعويذ هجوميه، بس قارن نفسه بسيليكا. قال لها لو قوه سيليكا الهجوميه زي حريقه كبيره فقوتي انا ما تسواش غير عود كبريت. يوي اتفاجئ جدا وقالت هو سيليكا قويه كده في الهجوم؟ لويد وضح لها ان فعلا ما فيش كتير من السحرة في العالم يقدروا يوصلوا لمستواها، وفي اعماق الغابه سيليكا كانت بتتدرب لوحدها رغم انها عارفه قد ايه بقت اقوى مع الوقت، لكنها اعترفت لنفسها انه في المهمه الاخيره لو ما كانش لويد معاهم النتيجه كانت هتبقى مختلفه جدا. وشها بقى جد وقالت لنفسها انها لازم تفضل تقوى مهما حصل. استدعت عصا وجربت تلقي تعويذه ناريه قويه، لكن السحر فشل واتبخر قبل ما يتكون صح. السبب انها سابت المانا تتشتت بعيد عنها. اتنهدت باحباط وقالت لنفسها انها اتدربت ايام طويله ولسه مش قادره تسيطر عليها، بس بسرعه شدت نفسها وقالت مش هتستسلم ابدا. رجعت تاني للنزل. لويد يوي وكلير كانوا قاعدين حوالين الترابيزه بيشربوا شاي. يوي بدات تتكلم عن سيليكا وقالت انها فعلا عبقريه، وشرحت ان من وهي صغيره والناس بتسميها معجزه ساحره موهوبه. كلير سمعت وقالت بجد سيليكا دي حاجه عظيمه، لكن يوي وضحت ان اللي بيميزها مش الموهبه بس، من وهي طفله سيليكا عمرها ما كانت بتعرف كلمه استسلام، مهما وقعت او فشلت كانت بترجع تاني وتجرب لحد ما تنجح. وفي الغابة سيليكا فضلت تكرر التعويذ مرارا وتكرارا من غير ما توقف، واخيرا بعد محاولات لا تعد ولا تحصى قدرت تنجح وتنفذ التعويذ القوي. وشها نور كده من الفرحة وقامت تنط من كتر حماسها، بس وهي بتتنطط رجليها خانتها وقعت على قفاها على طول. السحر خرج منها بغباوة كده وانفجر بصوت عالي زي قنبلة صغيرة، وهي قاعدة على الأرض مكسوفة وبتسأل نفسها ليه أنا دايما عبيطة كده، وبتبتدي تفكر إنها وهي مع باقي الفريق بتكون هادية ومركزة، لكن أول ما تبقى لوحدها بتسيب نفسها وبتتلخبط، فقررت خلاص تسيب التدريب وترجع. بس وهي بتلف فجأة سمعت صوت حركة في الشجر. أول حاجة جت في دماغها إنه وحش، فرقعت العصايه بتاعتها وجهزت نفسها تهجم، لكن اللي طلع قدامها كان دغاس اللي بيشرح لها ازاي هو وصل هنا. المشهد بيرجع لورا شويه عند محل الاسلحه. صاحب المحل كان بيوري دغاس درع رمادي نادر جدا اسمه اجاس، متصنع على ايد الحداد الاسطوري ليونس. اول ما دغاس شافه افتكر ان ده هو اللي جالاند كان بيتكلم عنه. صاحب المحل قال له ان الدرع ده معمول من اصلب معادن واخشاب في العالم، وبيقولوا ان مفيش هجوم يقدر يكسره، وكمل كلامه ان عمره ما اداه لحد علشان معظم المغامرين دلوقتي ضعاف وما ينفعوش. بس بعد ما شاف دغاس حس انه قوي ويستاهل ياخده. دغاس اتصدم وساله انت جد هتديني حاجه غاليه كده؟ الراجل قال له هديهولك بس بشرط واحد، وشرح ان الناس الفتره الاخيره كانوا بيسمعوا انفجارات غريبه عند اللي ينبوع في الغابه، والناس افتكروا انه وحش بيعمل المشاكل. هنا دغاس فهم ان دي اخر مهمه ولازم يثبت انه يستاهل الدرع. نرجع للحاضر. دغاس حكى لسيليكا الموضوع. سيليكا اتكسفت جدا لما عرفت ان الناس افتكروها وحش، لكن دغاس وراها الحفره العملاقه اللي عملتها وهي بتتدرب، وقال لها بصراحه مش هتقدري تلوميهم، كمان النبع نفسه اتخرب بسبب تدريباتها. في الليل دغاس خد سيليكا على محل الاسلحه. صاحب المحل اتفاجئ لما عرف ان كل التدمير ده عملته البنت الصغيره دي. سيليكا انحنت وقدمت اعتذار وقالت انها اصلحت النبع بالسحر بتاعها. الراجل ضحك وقال ولا يهمك مفيش ضرر حصل. وبكده على الرسميا ان دغاس من حق
حقه ياخد اجس. ده غاس وقف متردد وقال له بس انا ما عملتش اي وحش ولا حاجه. الراجل اصر وقال له انا شايف قوتك وصدقك وده كفايه. ده غاس شكره جدا وخد الدرع بامتنان. بالليل ده غاس ورا الفريق الدرع الجديد وكلهم اتبهروا بشكل الدرع. سيليكا كمان شاركتهم خبر حلو وقالت انها اخيرا اتعلمت تعويذه ناريه متقدمه. يوي طارت من الفرحه وطلبت منها توري لهم التعويذه دي وقت ما يبقى في فرصه. سيليكا ابتسمت ووعدت انها تعمل كده. لويد مدحهم هما الاثنين وقال برافو انا نفسي اتعلم من التقدم بتاعكم. انما كروس ابتدى يحس بالضغط وقال لنفسه الكل بيتقدم وانا واقف مكاني. بس يوي لحقت الموقف وقالت له ما تستعجلش، خطوه بخطوه واحنا كلنا هنوصل. وبعدها ضحكت وقالت يلا بينا ناكل في المطعم الجديد اللي فتح في المدينه. تاني يوم كروس كان ماشي في المدينه بس عقله مش مرتاح، عمال يفكر ازاي يبقى اقوى. شاف ان سيليكا ودغاس اتقدموا ومش قادر يستحمل يبقى متاخر. حاول قبل كده يطور سلاحه ويتدرب بس حاسس ان ده مش كفايه. وهو سرحان خبط فيه ولد عبيط كده اسمه لين وقع على الارض. كروس ساعده يقوم بسرعه. لين اعتذر وقال حقك عليا انا مهمل. كروس قال له ولا يهمك احنا الاتنين مش مركزين. وهو بيساعده لمح عقد في رقبه لين وعرف انه من نقابه مغامرين. فساله انت مغامر؟ لين اتوتر شويه وبعدين قال له ايوه. اول ما عرف انه كروس مغامر برضه بسرعه طلب منه يتعاونوا سوا. كروس اتفاجئ من الطلب المفاجئ. بعد شويه لين خد كروس لنقابه المغامرين في المدينه. كروس بص حواليه وقال اصغر من نقابه اشتار بس واضح انها نشيطه اكتر. لين شكره جدا انه وافق يتعاون معاه وكروس قال عادي هي مره وخلاص. وهو في سره افتكر انه ما قدرش يرفض عيون لين البريئه. الناس اللي جوه النقابه شافوا لين مع واحد جديد ما كانوش عارفين كروس فافتكروا انه مبتدئ وبداوا يتهامسوا ويسخروا من لين. ده مغامر فاشل وبيوقع اي حد يتعاون معاه. كروس سمع الكلام وفهم لين كان يائس يلاقي شريك. لين حس انه كشف وقال اسف اني غلبتك مع واحد ضعيف زيي. كروس هداه وقال ما تشغلش بالك انا كمان واقف في نفس الرتبه ومش عارف اتحرك. لين افتكر ان برضه ضعيف زيه وكروس ما صححش المعلومه علشان يخلي لين مرتاح اكتر واقترح عليه يلا نشوف لينا مهمه من لوحه الطلبات. في الناحيه التانيه يوي كانت ماسكه خريطه فيها كل محلات الحلويات في المدينه وخطتها لليوم كانت بسيطه جدا تزورهم كلهم واحد ورا التاني. بس وهي بتبص على بطنها فجاه اتجمدت من الصدمه. اكتشفت ان جسمها بدا يزيد من كتر الحلويات اللي بتاكلها. لسه يوي بتحاول تفوق من اللي حصل. قامت بسرعه كده وقالت لنفسها ماشي يا بنتي كل السعرات اللي لسه كلتيها هتتحرق في قتال على اي حال. وهي بتفكر كده لمحت من بعيد زحمه ناس متجمعه. فضول مسكها ورجليها وداها ناحيه الصوت واول ما وصلت اتصدمت بالمنظر. لقت وريثه عيله نبيله واقفه وبتصرخ على عيل صغير علشان وقع نقطه طين على فستانها الغالي. الولد كان واقف بيرتعش من الخوف وبيعيط وبيترجاها تسيبه بس الست دي ولا هنا ولا كانها سامعه. بالعكس امرت الحراس بتاعها يعدموه فورا. الناس اللي واقفه حواليهم اتخضت وابتدت تهمس لبعضها بقلق بس محدش منهم كان عنده الجرأه يتدخل. كل عارف ان الست دي هي سيده بيت ويندي والعيله دي اسمها مرعب ومحترم في البلد كلها. اي حد يفكر يقف قصادها يبقى كانه بيمضي على حكم اعدامه. في اللحظه اللي السيف كان هيقع فيها على رقبه الولد يوي فجاه دخلت في النص وقالت لهم يوقفوا حالا. النبيله اتنرفزت جدا وقالت لها انت عارفه انت بتعندي مين؟ بس يوي ردت عليها بكل برود وقالت ما يهمنيش انت مين، انت مش اكتر من عجوزه غبيه بتعمل فضيحه لنفسها علشان طفل. الكلمه دخلت زي السهم في قلب النبيله وشها قلب احمر من الغضب وصوتها عالي وقالت لحراسها يخلصوا عليها فورا. يوي وقفت قدام الولد وقالت له اجري امشي بسرعه قبل ما يلحقوك. والولد جري بكل طاقته وهرب فعلا. الجنود هجموا على يوي بنيه القتل بس يوي في لمح البصر سحبت سيفها صدت ضرباتهم ورمتهم من ورا. الست النبيله اتفاجئت لحظه صغيره بس بسرعه رجعت صرخت في جنودها وقالت ما تخافوش دي كلها خدعه رخيصه. لكن وش يوي كان بيقول حاجه تانية خالص، ثقه مطلقه لكنها شايله هم. وفي نفس الوقت ده كروسولين كانوا في الغابه في اول مهمه مغامره سوا. كانوا بيدوروا على عش الريد سلايم والمطلوب منهم يمسحوه. كروس كان شايف ان المهمه دي مناسبه تدي لين ثقه في نفسه لانها سهله. كروس طلع قوس وسهم من مخزن السحر بتاعه. لين اتصدم وقال ايه ده انت عندك ستورج ماجيك؟ ده عاده للصحراء اللي في المستويات عاليه جدا. كروس حك دماغه وقال له ما هو ده اكتر تعويذه اتدربت عليها فبقيت شاطر فيها شويه بس يلا ركز معاها في المهمه. كروس شد القوس ورمى سهم اصاب السلايم في قلبه واسقطه في لحظه. لين انبهر وقال واو بس كروس قال له انت واقف بتتفرج ليه؟ جرب انت كمان. لين شد القوس ورمى سهام بس ضرباته كانت ضعيفه جدا ومتلخبطه ومش ثابته. كروس شاف كده وتنهد وقال لنفسه المهمه دي شكلها هتطول اكتر من اللي توقعت.
نرجع ليوي لسه واقفه بكل ثقه والجنود مش قادرين يسيطروا عليها. النبيله كانت بتصرخ عليهم ازاي مش قادرين على بنت لوحدها، لكن الجمهور ابتدى يركز اكتر. واحد فيهم صرخ وقال استنوا، دي يوي المغامره اللي واخده رتبه اس. فجاه الهمسات انتشرت والناس كلها اتاكدت ان يوي اصلا تقدر تواجه الاربعه فرسان لوحدها وتخلص عليهم. وهنا الست النبيله غمزت لواحد مستخبي بين الزحام. فجاه ساحر طلع ورفع عصاه وفجاه دوائر سحريه نورت تحت رجلين يوي. سلاسل مسحوره طلعت منها ولفت حوالين جسمها وشدت عليها. يوي شهقت وهي حاسه قوتها بتتسحب منها. النبيله انفجرت ضحك وقالت السلاسل دي بتسحب المانا ببطء لحد ما الجسد يبقى ضعيف جدا وما يقدرش يقف. يوي استوعبت بسرعه ان الست دي عامله فخ من الاول وحاطه عوانها في ازدحام. الطاقه بتاعتها بدات تضعف لدرجه انها مش قادره تتحرك كويس. النبيله قربت وقالت لها بسخريه استسلمي وخلاص، وامرت فرسانها ينهوا عليها. في اللحظه اللي السيوف كانت هتنزل فيها ظهرت ست لابسه كاب وقفت قدام يوي. صوتها كان هادي لكن حد وقالت لهم عيب عليكم 4 على 1. النبيله بصت لها بغل وقالت انت مين فاكره نفسك؟ ازاي تتدخلي دلوقتي وانا اخيرا كنت هعمل عرض حقيقي وادي درس للكل؟ الست اللي بالكاب ما ردتش بكلمه وفجاه اتحركت بسرعه جنونيه كانها اختفت وظهرت تاني. الجمهور كله ما شافش غير هزه هواء، ولما رجعت مكانها الفرسان الاربعه وقعوا على الارض فاقدين الوعي، والسلاسل اللي كانت ماسكه يوي اتكسرت وحتى الساحر نفسه وقع غايب عن الوعي. يوي وقفت مذهوله وشها كله صدمه وقالت السرعه بتاعتك غير طبيعيه. في لحظه واحده بس البنت اللي لابسه الكاب دي نزلت 4 فرسان مدربين ومعاهم ساحر بضربات سريعه وخاطفه وكانها بتلعب ومش باين عليها اي تعب ولا حتى نفس متقطع. يوي وقفت مبهوره ومش فاهمه ازاي ولا مين الست الغامضه دي. اما الست النبيله بقى فضلت تصرخ وتقول مستحيل، مش ممكن رجالتي يتغلبوا بالسهوله دي. ولسه بالكابر لقيت الست اللي بالكلوك طايره ناحيتها وقفت قدامها في اقل من ثانيه، وقبل ما تضربها وقفت بهدوء وقالت لها تحب اوريكي ضربه بعينيكي؟ النبيله صرخت من الرعب، عرفت ان خلاص المعركه انتهت قبل ما تبدا. بعد ما الموقف هدي هي قربت منها وقالت لها بصدق انا متشكره جدا انك انقذتيني. الست الغامضه ردت ببروده وقالت لها ولا حاجه، صدفه انا كنت بعمل حاجه تانية ولقيت نفسي داخله. يوي جمعت شجاعتها وسالتها طب قولي لي اعمل ايه علشان ابقى قويه زيك؟ الست ردت بهدوء وقالت لها انت اصلا قويه بالنسبه لسنك، مش لازم تستعجلي، اهم حاجه تثقي في نفسك وفي الطريق اللي ماشيه فيه. بس يوي اعترفت انها بقت متعوده تعتمد على لويد الساحر الابيض اللي واقف جنبها في كل معركه، وهو السبب اللي مخليها حاسه انها ضعيفه وعايزه تقوى اسرع. اول ما الست سمعت اسم لويد رفعت الكاب اللي مغطي وشها وابتسمت ابتسامه صغيره وقالت لها لو انت مصممه فعلا تبقي اقوى ممكن نتدرب سوا. في نفس الوقت لويد كان في الاوتيل قعد اليوم كله يحاول يطور تعويذه جديده في الدعم، بس كل تجاربه فشلت والنتيجه ولا حاجه. صحابه دخلوا عليه لقوه منهك والدنيا مكركبه حواليه، قلقوا عليه وسالوه انت بخير؟ قال لهم انه بيحاول يطور سحره بس مفيش فايده. ده غاس نصحه يطلع يتمشى ويغير جو وبدل ما يدفن نفسه في الاوضه. كتير بسرعه عرضت تاخده يلف في المدينه ويشوف جمالها. اما يوي فهي ماشيه في الغابه جنب البنت اللي عرفت نفسها باسم ليليث اول حاجه قالتها اوعي توافقي على اي عرض غريب كده من غير ما تعرف انا مين. لكن يوي ضحكت وقالت لا ولا يهمك، انا بعرف اميز الناس، بعرف الكويس من الوحش بعيني. بس برضه في قلبها كان في حته صغيره شاكه فيها، خصوصا وهي فاكره منظرها وهي لابسه الكلوك في الساحه. ومع كده يوي قالت خلاص هسلم قلبي واحساسي واظن انها ينفع تتوثق. وبدأ التدريب. ليليث طلعت سلاحها من ولا حاجة كده باستعمال تخزين سحري. يوي اتصدمت لحد ما قابلت لويد، كانت حتى ما تعرفش ان في حاجة اسمها سحر التخزين. شافت ده واتسعت عينيها وقالت انا فعلا ما اعرفش حاجة عن العالم ده. ومن اللحظة دي اتعهدت انها لازم تكشف سر قوة ليليث. في المدينة كلير اخدت لويد على البارك وقعدوا ياكلوا سمك. كلير بصت له وقالت انت بالك ايام مشغول في السحر، اكيد ده مرهق جدا، نفسي اساعدك. لويد استغل كلامها وسألها عن سحرها الغريب اللي بيخليها تكلم الوحوش. وفي نفس اللحظة في الغابة كروس كان بيعلم لين الرماية. بعد شوية محاولات لين أخيرا جاب سهم مظبوط، فرح جدا وقعد يهلل. وكروس اتبسط وقال أيوة شكلك فعلا مش فاشل زي ما كنت فاكر، أنت سريع التعلم. خلصوا على بقية الوحوش وقرروا يرجعوا، لكن قبل ما يرجعوا ظهر قدامهم وحش مرعب جدا لونا ماجرا. لين اتوتر وقال نهرب، لكن افتكر انهم لازم يجيبوا دليل علشان المهمة. كروس رمى سهم بس الوحش ما تأثرش. لين قال له يجرب هجوم السريع. كروس اعترف انه مش متقنه، بس لين اداله فكرة يطور من اسلوبه. وبالفعل كروس رمى سهام كتير ويرى بعض في دماغ الوحش لحد ما شقها نصين والوحش وقع ميت.
لما رجعوا النقابه ووروا الاثبات كل المغامرين اتصدموا انهم قتلوا وحش بالرتبه دي. كروس بص لين وقال الفضل ليك انت، لولا فكرتك ما كنتش اقدر اعمل كده. لين اتكسف وشكره، وهنا كروس ورى له كولاتو اللي بتثبت انه مغامر بالرتبه اس. لين اتصدم واعتذر انه كان بيتعامل معاه كانه مدرب عادي. نرجع بقى ليوي، وقفت قدام الشجره بعد ما ليليث قالت لها اول تدريب اقطعي الشجره دي كلها من مكانك من غير ما تتحركي. يوي وقفت مذهوله ازاي يعني. ليليث اتفاجئت، كانت فاكره الموضوع هيبقى تسخين كده على الماشي، تدريب خفيف يعني، بس يوي وقفت مبهوره ازاي ليليث شايفه ده لعب عيال، ده في حد ذاته دليل قد ايه هي قويه. ومع كل ده يوي رفضت تستسلم. ليليث بتبص لها كده وبتقول لها هو انت مصممه تتقوي كده ليه؟ يوي بتاخد نفس عميق وبتفتكر ايام زمان، وبتقول اول ما اخدت الرانك بتاعي اتغريت، حسيت اني لا اقهر ومحدش يقدر عليا، بس كل ده طار لما قابلت لويد، هو وراني ان دايما في حد اقوى. من وقتها انا عايز اتطور، ابقى ند ليه واقدر اقاتل جنبه مش وراه. وفجاه من غير مقدمات ذئب بينط من فوق علشان يهجم على ليليث بهجوم غادر، بس يوي جسمها اتحرك لوحده، سحبت سيفها وضربته وهو لسه في الهواء، قضت عليه بضربه واحده. بعدها جريت بسرعه ناحيه ليليث وقالت لها انت كويسه. ليليث بابتسامه راضيه وقالت لا اهو اخيرا عملتيها، التقنيه اللي كنت بتحاولي عليها انت نجحتي. يوي بصت لها مصدومه وقالت لها بجد؟ قالت لها جسمها اتحرك لوحده من غير ما تفكر اول ما حست بالخطر، ورغم انها عارفه كويس ان ليليث اصلا عمرها ما كانت في خطر حقيقي علشان قوتها، بس برضه فرحت. ليليث بتشكرها بابتسامه وبتقول لها شكرا انك انقذتيني يا يوي، بس بعدها التعب كله وقع على يوي، وبتحس بان جسمها مش شايلها وبتنهار وبتقع على الارض. الليل جه والجو بقى مظلم والكل في الفندق بدا يقلق. لويد ومعاه الباقي قاعدين، القلق وكلهم ازاي يوي لسه ما رجعتش لحد دلوقتي. وفجاه لويد بيحس بوجود غريب بار، بيقوم بسرعه ومعاه الباقيين، بيلاقوا يوي نايم على الارض قدام الباب مرميه كانها طفل غرقان في النوم. مين اللي جابها؟ ليليث هي اللي شالتها ورجعتها، بس كالعاده اختفت قبل ما حد يشوفها وغابت في الليل كانها شبح. في الصباح التالي الكل قاموا يجهزوا نفسهم علشان يكملوا الرحله، يسيبوا المدينه ويرجعوا يرافقوا كلير لحد مملكتها. وفي نفس الوقت مكان تاني ليليث قاعده مع ميرلين. هنا الحقيقة اتكشفت، ميرلين هي اللي بعتت ليليث من الأول علشان تراقب لويد، أصلها كانت شايفة إن من الإحراج إنها تروح له بنفسها بعد ما هو هرب منها. ليليث قاعدة تتنهد وتقول ياه المهمة دي كانت مرهقة جدا. ميرلين وهي بتسمعها قلبها بيغلي بالغيرة، إزاي ليليث هي اللي شافته وأنا لأ إزاي؟ ومن غير تردد بتاخد قرارها وبتقول خلاص أنا مش قادرة أستحمل أبعد عنه أكتر من كده، لازم أشوف لويد بنفسي. وبكده يا أبطال بتكون خلصت حكايتنا النهاردة. فقبل ما ننهي قصتنا لا تنسوا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى اللايك والشير والكومنت على الفيديو عشان ده اللي بيشجعنا استمر. ولو انت جديد في قناتنا اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوف وشكم على خير.